ايه اللي خلاك كده؟ بورسعيد. احنا بالصدفه خدنا شقتنا في حي الفرنج، حي الفرنج ده كان ممكن كله اجانب، فقعدت حياتي كلها مع الاجانب. والد حضرتك ووالدتك ما كانوش خايفين؟ ايامها كان حرب اليمن، والدتي بقى كانت زعلت يومها الى ان حصلت عدوان 56، في الضرب بيحصل وطيارات وبتاع، فجاه طلعنا البيت كله مكسر الازاز بقى من الضرب. يومها قلت عايز ابقى ضابط، انا عايز احارب. فتشوف الزمن بقى، رحت وشلت العلم في بورسعيد قدام الرئيس عبد الناصر، وراح مكلم مدير المخابرات قال له شوف سمير فرج يطلع فين، ما يطلعش امريكا. للدرجه دي الموضوع كبر؟ واحنا في حرب 73 قاعدين على الترابيزه، انا كنت واقف شاهد بقى. احكي لنا طيب، اتعرفت ازاي على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ انا كنت كده مع والدتي، المشير تنطبق واكتر مع والدته. فعلا وسط اللي بيحصل ده كله؟ اولا انا كنت قائد كتيبه، عبد الفتاح السيسي ملازم اول ضابط سلاح. قائد اللواء بتاعنا مين؟ عمر سليمان. لما توفى في امريكا ورجع، رانيا بنته قالت لي انكل حضرتك انزل اكشف وشوف ونتاكد ان هو، فانا الوحيد اللي نزلت شفته. في الشؤون المعنويه حضرتك كنت مهتم جدا بتوثيق الحاله العسكريه. اوعي الشعب مين اللي بيحصل واوعي الجنود. طب اوبريت الحلم العربي حضرتك تقريبا حضرت انا اللي تحضيره، عملته. صح؟ احكي لنا بقى عنه. فيومها هتقال المشير الواد ده انت مخبيه فين؟ ندخل بقى على الاقصر. هي تقريبا المدينه دي اتولدت على ايد اللي هو سمير فرج. حياتي كلها شغل، حياتي كلها شغل. لو ما اشتغلتش هيحصل لي حاجه. انا عايز اسجل قصه حياتي. تحب التاريخ يفتكر اللواء دكتور سمير فرج بايه؟ ضابط مصري حارب في السلم وفي الحرب من اجل مصر بس. لواء اركان حرب دكتور سمير فرج، منورني يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. في البداية أنا حابة أقول لحضرتك إن أنا اتشرفت جدا إن أنا هحاور شخصية عظيمة وتاريخ طويل من الإنجازات زي حضرتك، وبشكرك إنك قبلت دعوتي ونورتني النهاردة. شكرا يا فندم. طبعا مفيش شك إن دكتور سمير فرج إنجازاته كلها وكل تاريخه الناس كلها عارفاه، بس أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضرتك من ورا البدلة العسكرية. فخلينا نرجع للطفولة خالص. سمير فرج الطفل كان مشاغب ولا كان شخصية جد؟ لا ما كنتش مشاغب، كنت شخصيه جد يعني. حتى في المدرسه انا اخويا الصغير لما يحصل خناقه هو يجي يتخانق، فانا ما كنتش بحب الخناقات يعني. انا بحب ابقى هادي، افكر بعقل مظبوط، ما احبش اعمل مشاكل مع حد يعني. طب مين كان أقرب لحضرتك، والدك ولا والدتك؟ لا والدتي اكتر، هي انا اتاثرت بيها قوي 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 في كل حياتي، وبدين لها الفضل في كل شيء انا نجحت فيه، لان هي اللي علمتني، هي ربتني، ادتني مبادئ كتيره قوي في حياتي ما زلت لحد النهارده ماشي بيها. يعني لما كان يحصل مشكلة مثلا كنت تجري تستخبى عندها ولا عند والدك؟ لا ما استخباش، هي اللي كنت احكي لها حصل كذا، وهي كانت متابعاني دقيقه بدقيقه، ساعه بساعه. انا كنت اكبر اخواتي وكان في 3 تانيين يعني، فهي اللي كانت واخده بالها مني وكانت بتحبني قوي. وكانت يعني، حتى انا في يوم وانا عندي 4 سنين، انا طبعا ما وعاش على الموضوع ده، كان جالي التيفود. وزمان قوي بقى التيفود ده كان قصه كبيره يعني. كان مش عايز اقول لك، البيت كان يحطوا صفيحه ميه في العبور الجاز في الحمام عشان كل حاجه تتغلي، اكل شرب لبس في البتاع ده عشان ما يعديش البيت. وكان دايما درجه الحراره عاليه، ورغم ذلك فضلت واخداني في حضنها 4 ايام مش عايزه تسيبني. حتى خالتي انا سمعت بعدين بقى، قالت لها يعني عندك ولاد تانيين يعني، فانا كنت بالنسبه لها حاجه كبيره. تضحية الأم عظيمة طبعا. صح. طب لو في صفة هنقول إن سمير فرج واخدها من والده تبقى إيه؟ من والده الامانه. انا والدي كان آه، نائب مدير جمرك بورسعيد، وزمان في بورسعيد بقى كنت تلاقي المراكب جايه من لبنان وجايه تفاح ومش عارف وايه فابويا كان يقول انا بطلع من الجمرك وانا الجورنان، انت عارفه زمان موظف أيوه. كان الجورنان ده لازم هو مروح فيه، يعني يقول لك ما اخدش حاجه، ما طلعش حاجه. فتعلمت ان انا آه، تبقى ايدي نظيفه دغري، منه هو فعلا، من سلوكه ما قاليش، لكن التصرفات اللي في البيت كده. طيب شغلانة الطفولة بقى اللي دكتور سمير كان بيحلم بيها إيه هي؟ بصي انا فضلت طفل صغير يعني، ما كانش عندي اي حاجه محدده في مخي الى ان حصلت عدوان 56. كنت طفل صغير، حصل العدوان والفائنه يوم 28 اكتوبر. في الضرب بيحصل وطيارات وبتاع، فجاه طلعت على البلكونه زي ما اي حد بيحصل، لقينا المظلات بتنزل بتاعت الانجليز في المطار الجميل. بيتنا كان على البحر وعالي، فشايفين الجميل المطار. فجيت لابويا قال لي انت عرفت المكان ده؟ قلت له من السينما، ما كانش ايامها في تلفزيون. ففتح البي بي سي اياميها المحطه،
فلا البي بي سي بتدينا انذار الى كل اهل بورسعيد اللي من شارع البحر يمشوا، لان كان الاسطول بيضرب، وبقيه الناس انزلوا في البدرونات. فنزلنا في البدرون، قعدنا من 28 اكتوبر لحد يوم 2 نوفمبر لما وقف القتال خلص. وبعدين طلعنا بقى، والدي عايز يروح لجدتي فخدني معاه. طلعنا البيت كله مكسر الازاز بقى من الضرب. ف يعني كان لسه البلد مولعه، وريحه بقى النابالم والكلام ده في كل حته، تمشي على كل ناصيه تلاقي شهيد او اتنين او تلاته ومدنيين كلهم، ومعاهم البندقيه والدم سايح. فابويا يقول لي اطلع هات ملايه من فوق. عقبال ما وصلنا لميدان المحافظه كانت الملايات في البيت خلصت. يا خبر. رحنا بقى المحافظه، كان الانجليز اياميها البيت اللي يضرب على كانت بتبقى الطيارات طايره واطي مش زي دلوقتي. فكان الشباب بتوع المقاومه يطلعوا مع البيوت يضربوا الطيارات، البيت يطلع منه ضرب يولعوه بالنابالم. يا خبر. فتلاقي بقى البيوت كلها قدامك محروقه وبتاع، لحد ما رحنا عند جدتي ولقيناها كويسه ورجعنا. فضلنا بقى في الموضوع ده لحد 23 ديسمبر. حظر تجول بالليل، ما فيش من الساعه 5 حد يمشي. لو انا اروح من حي لفرنج لحي العرب يختموا ايدي. يوم ما مور هاوس ابن عم الملكه الفدائيين خطفوه، دخلوا البيوت كلها يفتشوا ويفتشوا، مش لا المخدات كلها تتقطع. أيوة. لا يعني فشفت الويل بقى. فيوم 23 ديسمبر طلع بقى قوات الجيش داخله بورسعيد، وبتاعنا بقى زي كلنا بقى والاطفال الصغيره، وانا ونشاور. يومها قلت عايز ابقى ظابط. فدي كانت اول مره اقول انا عايز ابقى ايه. فيوم ما فكرت ابقى ظابط وصممت، والحمد لله ربنا وفقني. يعني هو ده سبب اختيار حضرتك للحياه العسكريه فعلا؟ طبعا. يوم 23 ديسمبر بالذات وطلع داخله قلت عايز ابقى زيهم. وتفوت لي ايام انت فاهمه، وبقى كل سنه في 23 ديسمبر في الاحتفال، ويجي عبد الناصر بيحتفل، واحنا بقى نقف على يعني على الرصيف نحيي الجيش بقى. اتخرجت في 63 وكنا خلاص رايحين اليمن. فقبل ما نروح باسبوعين ثلاثه فقالوا ضابط يطلع من الكتيبه يشيل العلم في الاحتفال بعيد النصر بورسعيد. فقالوا مين؟ سمير يطلع لان انا من بورسعيد. ايوه. فتشوف الزمن بقى، رحت وشلت العلم في بورسعيد قدام الرئيس عبد الناصر، والناس بتسقف لي اللي انا كنت كده من كام سنه، فاهمه؟ كنت واقف بتشاور. ايوه. فدي كانت من احلى اللحظات اللي انا عشتها في بورسعيد. طبعا هنرجع للكلام ده قدام يعني، بس الاول عايز اعرف والد حضرتك ووالدتك ما كانوش خايفين؟ يعني ده كان قرارك من وانت طفل، ما كانوش خايفين اللي هو هتدخل وممكن يجرى لك حاجه بعد الشر او الموضوع يبقى خطر؟ ما كانوش بيكلموك في الحته دي؟ والدتي اول ما اتخرجنا، اولا انا اصغر ضابط اتخرج في تاريخ الكليه الحربيه في مصر، لان والدتي كانت ناظره مدرسه بورسعيد زمان. تمام. فلما جيت ادخل المدرسه ما كانش فيه زي دلوقتي بقى كي جي 1 وبتاع، دخلت 3 سنين، يعني نظرت المدرسه الوحيده دخلت 3 سنين. فاتخرجت عندي 15 سنه من المدرسه، 15 سنه ونص. فدخلت الكليه الحربيه كنت اصغر الطابق. بعد سنه ونص مروحين بالليل يوم الجمعه قالوا لنا هتتخرجوا يوم الخميس. ليه؟ حرب اليمن، ودايما في الحروب بيخرجوا الكليات بدري طبعا. يعني بدري. فاتخرجت وانا عندي 17 سنه او 17 سنه ونص، تخيلي. فايامها كان حرب اليمن، والدتي بقى كانت زعلت يومها، انت دخلت الجيش ليه؟ هتروح اليمن تموت، لان كان حد في الشارع بتاعتنا استشهد يعني قبلها بشهر. فوالدتي لاول مره بقى كانت تزعل ان انا دخلت الجيش. بس يعني مع دخول حضرتك بقى الحياه العسكريه، يعني كل حاجه بقت محسوبه قوي، يعني الحياه بقت ميري وكله ماشي بالورقه والقلم. الشاب بقى سمير ما كانش خايف ان ده يعطله؟ انا شاب وعايز اخرج وعايز اسافر وكده، ما كنتش قلقان من دي؟ لا كان حب البدله العسكريه كان لا خالص. مستعد تضحي باي لا حاجه؟ لا مش هضحي. انا كنت ما تحبي حاجه بتعمليها باخلاص بتسيب الدنيا كلها، صدقيني. يعني كان غيري مثلا نفسه يخش الجامعه وبتاع، انا لا هبقى ظابط. طب هقول لك حاجه، يوم ما جينا نتخرج في بورسعيد في ابويا في الجمرك، ففي ضابط ملازم تاني بيبقى كان زمان بقى حارس السواحل. أيوة. الجيش ماسك الباب بتاع الجمرك. فابويا امي بقت له هيروح اليمن وبتاع، فعملنا توصيات كبيره، ومنهم الله يرحمه الفريق مرتجي
احنا كنا اصدقاء الله العيله. يرحمه. فالفريق المرتجي وصى ان انا اروح حرس الحدود او السواحل عشان ابويا يشوفني بقى وانا واقف على الباب بتاع جمرك بورسعيد، الامر الناهي يعني. وامي ان انا ما اروحش اليمن. فجيت انا متخرج من الكليه، الفريق فوزي وهو بيوزع لا قدام توصيه حارس السواحل، قال حارس السواحل ايه ده؟ طالع الاول على الدفعه، يروح المشاه. فرحت المشاه. طب هحكي لك حاجه. يوم التخرج الصبح ابويا جه بقى من بورسعيد بيحضر حفله التخرج، فقبل ما نحصل في الصف ايه يعني قابلته بقى، قال لي مبروك الفريق مرتجي، قال لي انت هتروح حرس الحدود. انا عايز احارب. من أسوأ فترات حياتي ان انا قاعد في طابور التخرج وانا ناقص عينيا تدمع ان انا رايح حرس حدود. لا مش هروح حرس حدود، شغلتي ان انا اشوف شبك السمك قد ايه وبتاع. لا المشير عبد الحكيم عمل خلص الاحتفال ومشي. كان في مقدم مدرس لنا، مبروك يا سمير ده انت طلعت الخامس على الدفعه. رحت مشاهد مشاه بجد، رميت البندقيه لواحد صاحبي وجريت جري على البتاع عشان اشوف اسمي في اللوحه، لقيت نفسي مشاه، كنت سعيد. فما كانش عندي رغبه بقى الكلام ده، عايز ابقى ظابط من يومي. حضرتك درست في كلية كيمبرلي الملكية لأركان حرب في إنجلترا، وكنت كمان أول ضابط مصري يدرس فيها. بس حضرتك قبل كده كنت واخد أركان حرب في مصر، فليه بقى رحت إنجلترا؟ بصي، قصه انجلترا دي قصه بتهم الشعب المصري. عبد الناصر اول ما مسك الدوله فكان عاوز يعمل احد مبادئ الثوره السته، انشاء جيش قوي. جه يعمل جيش كبير، فكنا ايامها تبع الانجليز، قالوا له لا كذا دبابه وكذا عسكري. قال لهم شكرا ماليش دعوه بانجلترا، وراح رايح مين؟ للاتحاد السوفيتي. ونقلنا كل الجيش بتاعنا بقى كله تسليح وتدريب لفين؟ من الاتحاد السوفيتي. وقعدنا من سنه 54 او 55 لحد حرب 73 واحنا جيشنا كله سلاحه ايه؟ روسي. وبيتدرب فين؟ في اما يخلص اركان حرب في مصر يطلع بره في فرونزا في الاتحاد السوفيتي. المشير احمد اسماعيل واخد فرونزا في الاتحاد السوفيتي. الرئيس مبارك واخد في فرونزا في الاتحاد السوفيتي اللي هي اركان حرب. أيوه. واحنا في حرب 73 قاعدين على الترابيزه، انا كنت واقف شاهد بقى. فالرئيس السادات بيسال طب العدو الاسرائيلي؟ قالوا له يا فندم اصل هو بيتبع الدفاع المتحرك في العقيده الغربي، الروسي شرقي، تمام. واحنا مش دارسينها. قال ليه؟ فقالوا له ما بنبعتش. قال لهم لا، من بكره ابعتوا لنا ضباط تدرس في الغرب واحنا في وسط الحرب. تمام. حصل الموضوع ده، بعتوا بقى فاكسات، ما كانش فيه اياميها بتاع اي فاكس، بعتوا فردت انجلترا. تمام. واحنا في وسط الحرب مش هيعملوا مسابقه ولا حاجه. فقالوا الواد الصغير ده، كنت انا لسه رائد، ده طلع الاول في اركان حرب في مصر، يطلع. فطلعت، فانا اول ضابط من 20 سنه يطلع كليه كامبرلي في انجلترا. فاما رحت انجلترا حتى عاملين هنا وهناك في الكليه كل صفحه لمصر، فلقيت اخر قبل اللي قبليه الفريق الماحي حاجه و50 52 حاجه زي كده، وقبليه احمد حافظ اسماعيل اللي هو كان سكرتير او مستشار الرئيس سادات للمعلومات. تمام. فبدينا بقى نروح ايه؟ انجلترا. فانا كنت اول واحد اروح. فما رحت الحمد لله نجحت، طلعت الاول على المبعوثين عشان بس يبقى الكلام صح. ايوه. فقالوا تتعين مدرس في الكليه. فده كان اكبر، يعني هقول لك حاجه، انا اخويا عايش في انجلترا، فلما بطلع امريكا وانا راجع انزل عشان اشوف ولاده وبتاع. فبالليل يقول لي رايح فين بكره الصبح؟ فاكر بقى هنروح الاولد جيت بتاعه المشتريات ايوه. فاقول له انا رايح كامبرلي. انت مش كنت من شهرين هنا ورحت كامبرلي؟ اقول له عارفه بروح ليه؟ مش ادخل الكليه اشوف الاوضه اللي فيها اسماء المدرسين، تمام. عشان الاقي انا الوحيد ميجور سمير فرج ايجيبت. حاجه مشرفه طبعا. مثلا الطلبه الوف، انت فاهمه؟ يعني اولا انجلترا، شارون متخرج من كامبري، تال العازب، رابين اللي كان رئيس وزراء، لان كل انجلترا القاده بتوعهم متعلمين منين؟ من كامبرلي. فهي اكبر كليه في العالم. فتخيلي بقى لما انت تروحي مدرس من بره الناتو وفي الكليه دي، اعتقد حاجه كبيره.
بس حضرتك كمان درست آداب وعملت دكتوراه ودبلومة في إدارة الأعمال. إدارة الأعمال دي من أمريكا. بس حضرتك كنت فاتح باب الدراسة مدة كبيرة قوي، ودايما كنت ما بتقولش للتعليم لا، فايه الحافز اللي كان قدام حضرتك دايما مخليك تعمل كده، وليه ما اكتفيتش بالدراسة العسكرية؟ بصي، أنا دايما بيبقى قدامي هدف. تمام. أما خلصت أركان حرب في مصر طلعت الأول، وبعدين سافرت إنجلترا وأركان حرب ومدرس في كامبل، ورجعت. طب إيه تاني أفكر؟ باخد الدكتوراه. الدكتوراه منين؟ من الجامعة، ما كانش لسه الجيش دلوقتي بيدي بقى. ايوه. فرحت انتسبت بكلية الآداب قسم تاريخ. وليه قسم تاريخ؟ عشان أعمل دكتوراه في معركة حربية من المحارك اللي تمت في الجيش، يبقى شغلي تبع للجيش. تمام. بس. ودخلت كلية الآداب ونجحت. المكان الوحيد في حياتي ما طلعتش فيه الأول كلية الآداب. ليه؟ ما أنا كنت بشتغل الصبح الساعة 2 الظهر، أطلع عند غرفة الحرس اللي بتبقى واقفة بره دي اللي بعملها كانت فن سلاح، أقلع البدلة والبس تيشيرت وطالع إيه على الجامعة. وبعدين كنت قائد كتيبة في الشرق في سينا، فما فيش وقت يعني، يا دوبك كنت إيه بلحق. المهم خلصت الجامعة، وبعدين خدت تمهيدي ماجستير، وجيت اسجل في احد القاده الكبار. سمير انت دخلت كام؟ قلت له فانا هاخد كذا. قال لا، هيضايقوك بتوع المخابرات، لان بقى المعلومات دي ما تطلعش ودي تطلع في معركه. ايوه. فبالتالي بديت ايه احول يعني. لكن السبب ان انا خدت الاداب ان انا بعد كده كانت انجلترا مرشحاني اخد الدكتوراه، وبعتت جواب لمصر. تمام. وانا على فكره الكلام ده كله كتبته في مقالات يعني في الاهرام. فجاء جواب من انجلترا، الام او دي اللي هي مينستر اوف ديفنس، وزاره الدفاع، لوزاره الدفاع بنرشح الكتيبه مقدم سمير فرج انه يجي ياخد الان دي سي اللي هي ناشونال ديفنس كوليدج عندهم، وبعدين اكمل في كامبريدج اخد الدكتوراه. هم كانوا ناصحين اما بيلاقوا حد كويس زي النهارده. بيستثمروا فيه. النهارده نص دكاتره انجلترا منين؟ مصريين واي 1. فهو ما بيلاقي حد كويس بياخده يستثمره زي ما انت قلت، يفيده وهو يستفيد. فاياميها وزير الدفاع رفض. وبعدين يعني اضطريت اقابله، يعني عشان مقدم يخش يقابل وزير الدفاع دي عندنا صعبه يعني. فكنت انا محبوب قوي في الجيش اياميها، على فكره كنت مشهور اكتر من دلوقتي. انا الوحيد اللي طلعت انجلترا، وانا الوحيد اللي متعلم بره والاول. انت على فكره انا في كليه حرب الاول، وكان مين معايا؟ عمر سليمان، انا طالع عليه الاول. فالمهم دخلت قابلته وزير الدفاع الساعه 5 كده، دخلوني يعني. ايوه. قلت له حضرتك رفضت ان انا اطلع اخد الدكتوراه من انجلترا؟ قال لي اه. انا يا فندم بنام على المخده بالليل وانا حاسس ان سيادتك يعني ظلمتني. طبعا بتكلم بمنتهى الادب ولا. قال لي بص يا ابني، شايف المكتب ده فاضي في عليه حاجه؟ قلت له راح دخل الانتركام سرب السكرتير، قال له اني ملف قاعد عندي 3 ايام هنا. قال له ملف المقدم سمير فرج. قال لي انا قعدت 3 ايام افكر. ليه؟ احنا ما بنعينش حد، ما حدش بيتعين. احنا اي ضابط بيطلع بعثه بامتحان، روح امتحن. قلت له امتحن ايه؟ هم مرشحين انا، ما هو لو تاني مصطفى نجح مش هياخدوه. ايوه. قال لي ده مبدأ الجيش بتاعنا بيمشي. انا عارف ان المبدأ ساعات بيظلم ناس وانت اتظلمت، لكن فطلعت من عنده رحت هيئه تدريب على اساس ان انا الاقي حل. فقالوا لي مفيش حل، احنا عندنا الجيش ماشي كده، عشان تطلع بعثه تمتحن. والمشير بدوي اياميها رفض انك انت تسافر، مفيش حد يطلع بالتعيين. ببص لقيت على اللوحه بعثه دبلوم اداره الاعمال في امريكا، مانجمنت. رحت اقدم. وهم لسه رافضين. لا وخلاص، لا ما دي بعثه تانية بقى، ما تخش في امتحان. ودخلت ايوه. امتحان، كنا حوالي 50، طلعت الاول ونجحت في الانجليزي وسافرت بامتحان. فهو الجيش شوفي يعني انا كتبتها مقاله مره. المشير بدوي ابنه كان سافرنا ايامها من سنتين في فرنسا، طلبني في التليفون يا سمير بيه، الناس كلها زعلانه من والدي ان انا ما سافرتكش. بس انا كتبت في النهايه انا ما زعلتش ان هو ما سافرنيش، لكن ما دام المبادئ في الجيش بتمشي فدي حاجه تريح الناس كلها. فسافرت اخدت دبلومه في المانجمنت في امريكا، نفعتني جدا بقى لما رحت حياه المدنيه.
يعني ما تيجي تقولي لي انت نجحت في الاقصر ايه؟ اللي اتعلمته في امريكا نفذته، ماستر بلان 25 سنه النهارده الاقصر ماشيين عليها، وعملنا 4 جوائز عالميه. يعني العلم دايما بيبقى كويس، وانا بحب العلم، تمشي على العلم تمشي صح. انا شايفه ان في حاجات حضرتك ما اتفرضتش عليك، حضرتك اللي كنت عايز تعملها، انا فازاي كنت بتنظم وقتك الشغل والدراسه، ازاي كنت بتعملها؟ يعني بقى حياتي كلها شغل، حياتي كلها شغل، لو ما اشتغلتش هيحصل لي حاجه يعني. ودايما افكر لقدام يعني. الله يرحمه المشير طنطاوي، انا قعدت معاه 7 سنين. لو يوم الصبح دخلت مفيش مفيش حاجه جديده النهارده. يعني النهارده انت عارفه الندوات التثقيفيه اللي بتتعمل دلوقتي عملها السيد الرئيس السيسي، ايوه. مين اول واحد فكر فيه؟ انا. دخلت في يوم سياده المشير قلت له احنا كل سنه بنعمل نشره مرتين، طب مش هتقعد مع الناس تقابلهم؟ القاده الجداد من اول قائد جيش لقائد المخبز اللي بيعمل عيش للعساكر، ايوه. لازم. يلا. كان الاول اسمها دوره التوعيه، وعملنا الدوره. اول مره كانت يومين، تاني 6 اشهر كان بقى زادوا، قالوا نعملها 3، ونجيب الوزراء قاده القوات المسلحه نقول لهم ايه اللي بيحصل. فانا كان كل يوم ليا حاجه، يعني لازم حاجه جديده. انا ما احبش انا الواحد اللي يقعد في بتاع ده على المكتب ويمضي بوسطه وخلاص، لا. فين فكرك؟ هتطور ازاي؟ فاهماني؟ بس. حضرتك دلوقتي بتدرس طلاب كتير ما شاء الله، فايه النصيحه اللي دايما تنصحها لهم من واقع بقى خبرتك علشان يوازنوا بين الحياه العمليه والحياه الدراسيه؟ بصي النهارده الدنيا بتختلف. يعني انا قريب كنت في كليه الاعلام جامعه القاهره، عاملين حاجه حلوه قوي. اول يوم دراسي، اليوم الاولاني عامل اورينتيشن للطلبه، والنص الثاني محاضره ليا للطلبه عن اللي بيحصل في المنطقه. فالسؤال ده اتسالته. النهارده تفرق. اول حاجه، اللي بيطلع من الجامعه اعتبري ان الشهاده البكالوريوس الليسانس دي محو اميه، لكن لازم ياخد جنبها كمبيوتر ولغه. ده لازم بدايه سلمك عشان تشتغل. فانا قلت لهم كل واحد فيكم النهارده يخلص الجامعه الصبح، بعد الظهر على سنتر ياخد كمبيوتر، وعلى سنتر ياخد لغه. لو طلعت بعد ال4 سنين دول ومعاك كل حاجه في الكمبيوتر كل حاجه في اللغه، هتلاقي نفسك جاهز تمام لاي حاجه. جاهز. وبعد كده بقى انت عايز تبقى ايه؟ من اول يوم. انا من اول يوم في الكتيبه وانا ملازم كده عايز اخد اركان حرب وتتجمع الكتب. ما ده امتحان مسابقه، كنا دخلنا 1500 ضابط حتى جمع كتب. في 67 واحنا بننسحب، العربيه بتاعتنا اتضربت طبعا بالطيران الاسرائيلي، ضاعت الكتب كلها. في حرب الاستنزاف جمعت الكتب عشان اذاكر. طيب خلينا ندخل بقى على مسيره الحياه العمليه واحده واحده كده. في الشؤون المعنويه حضرتك كنت مهتم جدا بتوثيق الحياه العسكريه، يعني كنت بتشرف على الافلام الوثائقيه وكنت مهتم انك توري المجتمع الحقيقه بتاعت الحياه العسكريه. ليه حضرتك كنت مهتم بالموضوع ده؟ لان في عندنا حاجه اسمها جوب ديسكريبشن، لكل واحد له وظيفه يعملها. فلقيت من الجوب ديسكريبشن بتاعت المدير الشمعيه ان انا اوعي الشعب مين اللي بيحصل ده، واوعي الجنود، وبعدين نوثق الحياه العسكريه. فما كانش في حد يوثق غيرنا احنا. فبديت ان انا نمره واحد نعمل برامج في التلفزيون. انا في اول سنه عملت 5 برامج، طلع النصر وسلام سلاح، وفي كل قناه عملنا برنامج. وبدأنا لأول مرة الشعب يعرف إيه الجيش، والجيش بيفهم إيه. وأنا بره في الجيش قبل ما أدخل الشؤون المعنوية كان نفسي يتعمل فيلم عن حرب أكتوبر. فيلم بقى، ما سيبك ايوه. من الرصاصة لا تزال في قلبي والكلام ده كله. آه، وكنت مقتنع وأنا صغير، وإحنا في الكلية الحربية دخلونا فيلم ذا لونجست داي، أطول يوم في التاريخ. ده أحسن فيلم عملته هوليود على الحرب العالمية الثانية، عملية الإنزال. اوكي. فيلم 4 ساعات، ساعتين للبريبيشن الحرب، والساعة التانيين للإنزال في نورماندي. تمام. فجيت قلت بقى هو دلوقتي انت بقيت مدير الشؤون المعنويه، ما تقعدش تنتقد والجيش ليه ما عملش فيلم كويس. وجبت اسامه انور عكاشه، واياميها كان هو بيعمل هلال الحلميه. ليه؟ اسامه كان ميزته انه بيشبك 4 5 عائلات في بعض ويعمل منهم حاجه. فده كان مفهومي. العيله دي فيها ضابط مهندس عمل الفتحات الشاطئيه في العبور والكباري، ده العيله دي طيار، ده في الدفاع الجوي. انت فاهمه؟ فكانت دي فكرتي. وجبت اسامه، اقنعت طبعا ست المشير ووافق، وفي صوره انا والمشير طنطاوي واسامه.
واقنعته. جه اسامه قعد تقريبا 4 اشهر، جبت له كل المحاربين اللي كانوا بيحاربوا في اكتوبر قعد وقعد. سمع منهم. طبعا. وفين بدينا نعلن وعملنا لجنه برئاسه المشير محمد علي فهمي، من كل سلاح واحد، وخدنا من المحاربين العسكريين محمد عبد المنعم الله يرحمه اللي كان الله سكرتير يرحمه. سياده الرئيس، وكذا واحد. فجاه اتعملت لنا حمله مضاده ان اسامه انور عكاشه ده ناصري، فالحرب هتبقى نصريه. يا عم نصريه ايه؟ احنا بنقول تاريخ ما فيش. وعملنا بقى سيناريو. المهم الرئيس مبارك قال الموضوع ده عامل لي مشكله، شوف حد تاني. قعدنا مع ناس كتير، كل واحد يشوف الحجم البتاع يقول لك ما يخاف. اقدرش، يخاف. ف فاضطريت بقى كان أياميها اعمل افلام وثائقيه للحرب. عملت 13 حلقه عن 67 لان هي دي سبب اللي احنا فيه كنا، وبعدين 6 حلقات على حرب الاستنزاف والتخطيط لاكتوبر، ثم 6 حلقات لاكتوبر. حظنا حلو، كان كل القاده موجودين عايشين اياميها، قائد الجيش الثاني والثالث. الفريق الشاذلي الوحيد التسجيل اللي عملنا كنت انا عملته له في الفيلم ده. ايوه. وكان في كلام بقى ما تسجلش للشاذلي، الرئيس عامل معاه مشكله وهيدخلوه السجن. فقلت مشير طنطاوي ما ينفعش، التاريخ بيعدي، هيحاسبونا في يوم من الايام ان انا كنت مدير شؤون انا وسيادتك وزير الدفاع وما نسجلش للشاذلي. قال لي طب خد كاميرا مان لوحده وانت وسجل وايه محدش يعرف. الفريق الشاذلي عندنا ندور عليه لقيناه في اسكندريه في شقه مصيف في المنتزه، فرحنا له وسجلت معاه نص ساعه. اللوكيشن الاولاني في الانتريه بتاع مصيف، ايوه. انت عايزه تغيري اللوكيشن، فطلعنا في الفراندا ورانا الفيو اي بتاع تصرف المنتزه. يعني. فالمهم يعني عملنا 13 فيلم دوكيومنتري عن اكتوبر متسجلين وموجودين دلوقتي بالقاده وال 13 فيلم 13 مخرج عشان تشوفي كل حلقه انت فاهمه برؤيه ثانيه غير ما ياخدش بنظرة اسطمبه مخرج واحده. مختلفة، أيوة. انا بحب كده، ما تبقاش اسطمبه في ال 13 حلقه. خدنا 13 مخرج من مصر، كل واحد يشيل الحلقه بالسيناريست بتاعها بالتفاهه، واتعملت حلوين قوي. حضرتك برضو كنت صاحب فكرة تأسيس المركز الإعلامي العسكري. ممكن بقى تشرح لنا ازاي ده عمل نقلة وسهل الموضوع بين الجيش والناس؟ بصي انا طلعت امريكا بتاع 40 مره ايام الجيش، ايام ما كنت في الشمال حوالي 20. لان كان رئيس الاركان بيطلع كل سنه انا معاه، الوزير يطلع كل سنه لجنه التعاون معاه. فلما رحنا كنا بنقعد في البنتاجون كتير. تمام. فلقيت انا مسؤول عن الاعلام العسكري، فسالت ودعبست فعرفت انهم عندهم مركز اعلامي في البنتاجون وزاره الدفاع الامريكيه. فنزلت شفته بس، فخدت الفكره وجيت قلت لسياده المشير عايزين نعمله. وبعدين في الميزه احنا كمصريين اما بتاخدي فكره من حد برضه المخ المصري كويس، بتطوريه انت طبعا، أيوة. وبتعملي حاجه احسن منهم. بعديها عملنا حاجه اسمها مركز شؤون نفسيه برضه من غشيناها من امريكا، والله طلعت احسن من اللي في امريكا. ده اللي كان مسؤول عن الحالة النفسية للضباط تقريبا. لا هقول لك عليها بعد كده، ده هايل يعني، من الحاجات اللي انا عملتها وما خدتش حقها اعلاميا، لكن فالمهم اما جيت ونفذته بقى فعملناه واتذاع 3 ساعات على الهواء. الرئيس مبارك موجود 3 ساعات بقى بنشرح. عملنا سيناريو، عملنا ازمه اعلاميه ونحلها ازاي. اتحدى لو بيدرس ده في كليه الاعلام. يعني قلنا ايه؟ ازمه، ولادنا هيطلعوا في قوه حفظ السلام في افريقيا. تمام. وافقنا. بدات بقى الجرايد المعارضه، اولادنا هيروحوا يموتوا، هنتكلف كام وليه، احنا مالنا ومالك. حمله عليكي. ايوه. طب هتردي ازاي؟ تعملي بقى حمله بسيناريوهات، اعلام مقروء مسموع مرئي. امل فهمي كانت ايامنا يعني حطينا في الخطه يعني كلمتين وبس الصبح بتاع فؤاد المهندس، بحيث بتعملي حمله اعلاميه مضاده عشان تقنعي الشعب بايه اللي بيحصل، فهمتي؟ فيوم عملنا كانت حاجه حلوه. والاول مره بقى في المحرر العسكري يجي يخش المركز الاعلامي عايز معلومه يجيبها منين؟ من عندنا، وموثوقه مكانها موثوقه بقى. مكانها، وخش ومسموح له ايه اللي ياخده وايه اللي ما ياخدوش. ويوميها الرئيس لما جه يفتتح كان عندي حاجه و30 بنت، فكل بنت تقف تقول له انا كذا. البنت بتتكلم 4 لغات و3 لغات. ما شاء الله. جبتهم منين يا سمير؟ الشعب المصري. بقول لك ايه، مصر فيها امكانيات
احنا 108 مليون النهارده، ايامها كنا 70 80 مليون، مليانه كل حاجه، بس تطلع الصح. ما يعني احد الساده الكبار كان اياميها بعت لي بنته عشان تدخل، هي دارسه في امريكا، الانجليش بتاعها بيرفكت، انا مش عايز لغه، ما خدتهاش، وقعدت في كل حته اقول هو سمير ما خدش بنتي يعني يبقى انا مش كويس يعني. ايوه فقلت له بنتك لغه بس، فانت فاهماني. لكن كل البنات دولت ألسن مش عارف بنتي سفير، كانت اتعلمت مع ابوها في كذا حته. فخدنا الولاد لان دول بيقعدوا طول النهار على التلفزيونات، بيجمع الماده العلميه يحطها، بنطلع تقرير عسكري. ويوم الرئيس مبارك قال لي التقرير ده يجيني كل يوم الصبح على مكتبي. ما شاء الله. فعملنا مركز حلو حقيقي، وكان مفخره ان كانت كل الدول العربيه قعدت سنه، كل العرب كل يوم جايين زياره عشان يقلدوا هذا المركز. احكي لنا بقى عن اول لقاء مع المشير حسين طنطاوي، كان عامل ازاي؟ مم. اول لقاء ما كانش حلو. ليه كده؟ ما كنتش بقى اشتغلت معاه قبل كده، ودخلت امتحان زي ما قلت لك، انا كل حاجه في جيش امتحان من امتحانات ايوه عشان تسافر ملحق عسكري، تخلص قائد فرقه. وقبليها بقى كنت طلعت الاول في كليه الحرب العليا الهاي وور كوليدج، كان المفروض اطلع الهاي وور كوليدج في امريكا، اوكي وطلع لي جواب، فرحت اعتذرت عشان امسك قائد فرقه، لان لو كنت رحت هناك ورجعت من امريكا هيفوتني الدور هتروح خلاص. ايوه واحنا الجيش بتاعنا عشان كده ملتزم. فاعتذرت، حتى يوم مدير المنشاه قال لي امريكا تقعد سنه ونص ومعاك ولادك وعيلتك وتعتذر؟ قلت له لان انا ليا هدف عايز اكمل. فالمهم يوم رئيس الاركان قال لي تطلع امريكا ملحق عسكري بعد. فجاء قدموا على الامتحانات، دخلنا 150 ضابط الامتحان، انا طلعت الاول عليهم كلهم كالعاده. وبعدين بدينا ناخد الدوره، فاتعينت او يعني اتقال خلاص انت نمره واحد هتطلع امريكا ملحق عسكري امريكا، تمام دارس في امريكا ولغه وطلع الاول والنجم في الانجليزي جاهز يعني. جه. وخلاص فجاه كان اللي هو عمرو سليمان مدير مخابرات اللي هو معيني ان انا كنت تابعه، مسك العامه، ومشيت طنطاوي مسك وزير الدفاع. اول يوم مسك وزير الدفاع دخلوا الناس كلها تهنيه، يا مبروك يا فندم وزير الدفاع. ويا فندم في ايه؟ سمير فرج عميد يطلع امريكا؟ امال ال 500 لواء اللي في الجيش دول ايه؟ ازاي يعني؟ عمرهاش حصلت. ايوه ده في نهايه اليوم بيقول لي هو بقى كنا لسه بقينا اصدقاء يعني. الساعه 2 لقى الناس كلها بتقول ليه؟ فراح مكلم مدير المخابرات قال له شوف سمير فرج يطلع فين، ما يطلعش امريكا، اللي يطلع امريكا ليه؟ للدرجه دي الموضوع كبر؟ طبعا طبعا طبعا. واتلغيت من امريكا، فاضطريت اروح تركيا، اختار تركيا عشان ولادي في الجامعه الامريكيه، في جامعه امريكيه في تركيا بيكملوا هناك. فين بقى بعد ما بقينا اصحاب واصدقاء، في يوم بيقول لي لما لغيت نقلك انت لامريكا عملت ايه؟ قلت له ولا حاجه، عرفت ان لما اروح تركيا احسن واستفدت واللغه تركيه وبتاع ومجال جديد. انا رحت امريكا قبل كده عشرات المرات. فبعد كده بقى خلاص عشنا مع بعض 20 سنه 20 سنه، 7 شؤون معنويه. كنت يصحى الصبح يعني ينزل من المكتب الساعه 9، انت فين؟ تعالى نقعد بقى للساعه 11 بالليل. فلا يعني انسان عظيم عظيم عظيم، وهيتكتب له في تاريخ مصر خلال 20 شهر حمى مصر. لولا كنا بقينا زي العراق وسوريا. الراجل ده منع ان طلقه تتضرب، منع حمام الدفاع حمام دم يطلع في البلد. احنا كنا في يوم في وزاره الدفاع في المجلس العسكري، والولاد جم هجموا على المجلس العسكري، والولاد دول كانوا متدربين بقى في صربيا والكلام ده كله. فكنت تلاقي العساكر واقفين صف كده، وبعدين داخلين الصف الاولاني بنات متدربين، البنت داخله كده. العسكري بتاعنا برضه متربي متدين، ابعد يا ابعد زي ما بقول لك كده. والبنت داخله بصدرها وايدها ورا، معاها كيس نايلون. وفجاه تطلع الكيس نايلون ده وتقوم خبطاه في وشه بول. تخيلي بقى الولد راجل وصعيدي وفلاح والبنت بتعمل فيه كده. لدرجه مره قائد الكتيبه اللي كان بيدافع عن البرلمان كلم سيد مشير قال له فندم انا مش قادر اسيطر العسكري، قال لي انزل روح.
فرحت شفت المنظر، العساكر هتغلي، بدينا نغير الخدمه كل 3 ساعات كل ساعه عشان الواد يهدى، لان بقول لك واقذر شتيمه تسمعيها وهم بيجوا. فاياميها واحنا كده تحت والعيال كده، كان حمدي بدين مدير الشرطه العسكريه، العيال هيزقوا، وكان لسه بقى وزاره الدفاع السور فيلا، يعني ممكن حد ينط بس. فحمدي بدين مدير الشرطه العسكريه انا كنت واقف، قال له يا فندم اضرب نار في الهواء، قال له ولا طلقه، لو ضربنا طلقه يعني الاخوان هيضربوا مصر هتبقى دم يا فندم. والله احنا يومها كنا خلاص هيخشوا علينا، عشان تعرفي ان ربنا بيحب البلد دي. طبعا. فجاه ايه اللي حصل؟ العساكر لوحدها، انتوا مش عاوزين تضربوا نار ولا حاجه، راحوا قالعين القوايش من غير اوامر، وراحوا ضاربين فيهم، جريوا لحد العباسيه ولحد غمره. والله هذا قدام ربنا، انت فاهمه؟ فعشان ساعات تحس البلد دي محميه فعلا، محميه. ما احنا هم هيطلعوا فوق بقى عم يخشوا الوزاره هيعملوا في هيهزروا معانا بس يعني. انما يعني ربنا، نفس الكلام ده حصل في وزاره الداخليه، كل وسط البلد اياميها كانت بهذا المنظر. وجاء الرئيس وجاء المشير طنطاوي الله يرحمه قال مفيش طلقه تتضرب، وعشان كده ما شفناش حمامات دم في البلد بسبب هذا الرجل. كان خايف على الشعب فعلا. طبعا. احكي لنا طيب، اتعرفت ازاي على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ زمان بقى خالص. بصي انا قلت ان دي اخر مره اتكلم فيها، وهقول بس الحكايه اللي انا قلتها في التلفزيون، لان انا مش عايز بقى ايه نخش بقى كان بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه، فالموضوع مش كده. انا اما رجعت من انجلترا ودخلت مدرس في اركان حرب، عندنا لازم تمسكي تشكيل، عشان كده انا رحت مسكت قائد فرقه وضحيت ان انا اطلع الهاي وور كوليدج. فكان عليا الدور امسك كتيبه، وشايد دي للفريق جمصي ايامها، لان مدير كليه كان حرب قال له عايزين نقعد سمير يا فندم، ده جاي من لندن، كنا جايبين حاجات كتيره جدا من انجلترا بقى، حاجه غير الروسي. فالجمصي قال له عليه الدور قائد كتيبه هيطلع، فطلعت قائد كتيبه 350 مشاة ميكانيكي. رحت وصلت، كانت الكتيبه راحت الشرق، شرق قناه السويس اللي هي في سينا. فوصلت اول يوم في الكتيبه لازم يبقى عندك ضابط لاستطلاع الكتيبه، ده اللي يبقى الدراع اليمين بتاع القائد، يعني ال3 سرايا موجودين، كل سريه واخده موقع، والنسق الثاني قائد سريه الهون، فاهماني؟ بعد اسبوع ده بيبقى دينامو الكتيبه، الكتيبه 34 ضابط، عيني وقعت عليه واخترته ضابط استطلاع. فضل معايا السنتين حقيقي، مش عشان هو رئيس جمهوريه وانا الكلام ده قلته على الهوا. اولا كتبت له تقرير امتياز، وده من النادر ان ملازم اول يكتب له، ده لسه ما اتعلمش حاجه، انما هو كان ضابط، وانا قلت ضابط له مستقبل وضابط صاحب قرار. كان نبيه وعايز يتعلم، اولا متدين جدا جدا، فوق اولا حافظ القران والمصحف والاحاديث اكتر من اي حد في بتوع الاخوان. عايز يبقى كويس، ودي مهمه، يعني زي ما انا كنت وانا صغير بقول لك عايز ابقى كويس. ايوه. فالمهم في الكتيبه بقى، الكتيبه مواقع، واحنا وهو قاعدين في تبه اللي هي قياده الكتيبه، انا وهو رئيس العمليات طارق بينزل اجازه واحنا موجودين، طارق يجي انا والملازم عبد الفتاح ننزل الاجازه بتاعتنا. فعشنا مع بعض بقى السنه، فشفتيه على حياته متدين، متعلق بوالدته فوق الوصف، يعني كان يوميا، ما كانش احنا كتيبه حرب، فبتلاقي الاسلاك بتاعتنا بتاع التليفونات صلب عشان ما الدنيا تقع ما تتكسرش. قياده اللواء عندها كابل، فبيتكلموا مصر، فالظهر كده بعد ما نتغدى اقول لي احاول عربيه العمليات واطلع قياده اللواء ليه؟ اكلم اطمن على الحاجه. فعلا وسط اللي بيحصل ده كله، وسط طبعا هو عايز، طبعا بنريح الدور عشان بالليل بقى في التدريب الليلي بس، فياخد فانا تاني يوم بقول الحاجه تعبانه، قال لا طب في ايه؟ قال لي ما بحس بصوتها بطمن عليها. انا كنت كده مع والدتي، المشير طنطاوي واكتر مع والدته، اللي بيخاف على والدته يخاف على امه الكبيره مين؟ مصر، صدقيني. فهو كان بيصوم اثنين وخميس،
فطبعا في الكتيبه ما كنتش بصوم اثنين وخميس، فانت وهو عايشه مع عيب ان قائد الكتيبه فاطر ايوه. وهو ظابط معاكي بيصوم اثنين وخميس. فبديت اصوم اثنين وخميس. خلصت كتيبه، رحت بعثه امريكا بقى. فبعد ما رجعت امريكا بيقول لي لسه يا فندم بتصوم اثنين وخميس؟ قلت له فتح ده في امريكا هصوم اثنين وخميس ازاي؟ لان في امريكا احنا بنبقى في سكن عسكريه، فافطار وغدا وعشاء. ايوه. مفيش غدا، مش هتروح. طب العشاء بيبقى دايما بدري عن الفطار، فهتاكلي منين؟ واحنا بس ففي امريكا صعب. فهو كان ضابط ملتزم ذكي نبيه، آه، يعني بيحب والدته، حافظ قرآن كويس. عندنا ساعات في الجيش اما يبقى في شغل ومثلا الصلاة، فأي حد يا فندم هنصلي. عندنا في الجيش مبدأ الصلاة الشغل عبادة، اما نخلص صلي. هو الوحيد اللي كان فندم المغرب ما يفوتهاش ابدا. نقوم بس نلحق صلي يا بابا. يعني ده شجاعة، وانه مؤمن، مش من انه بتاع، انت عارفه بقى الزبيبه ساعات بتبقى عند ايوه ناس طبعا. هم اخر حاجه. فهي دي بس مش أكتر من كده. طب لو هنوصف فتره خدمتك مع اللواء عمر سليمان تقول عنها ايه؟ اللي هو عثمان من الناس اللي هم، اولا انا كنت قائد كتيبه، وعبد الفتاح السيسي ملازم اول ضابط سلاح. قائد اللواء بتاعنا مين؟ عمر سليمان. مش تعرف تخيلي. ايوه. كنا ساعات الكتيبه ما فيش ميز، فكل يوم هنتغدى يا عبد الفتاح، نفتح بالبطيخ، جبنه وبطيخ. ما فيش ميز مفتوح لان الكتيبه منتشره مواقع. نيجي يوم بقى عايزين شويه شوربه ورز، فاقول له يلا نطلع كايه اللواء. نروح الساعه 2 عند اللواء عمر سليمان، كان يعمل عقيد. صباح الخير يا مساء الخير يا فندم يا سمير، انا ممكن حاجه احلها بالتليفون بس أيوة. انا رايح عشان اتغدى، خلي أيوة. بالك. في هدف رايح له. في هدف رايح له. فنقعد نحل المشكله، اقول له عن اذنك يا فندم ماشي، انت تعال اتغدى معانا، تعال. اقول له عبد الفتاح بره قاعد عند السكرتير، قال له هاته ونخش نتغدى بقى شوربه ورز، عشان كانت اللي هو فيها 100 ضابط وفيها ورشه تسليح ويعني ايوه. قياده، أيوة. ففيها ميز. بس اللي هو عمر سليمان بقى عرف عبد الفتاح السيسي في الفتره دي. كان اللواء عندنا حاجه اسمها مشروع، اللي هو الفرق، احنا مش داخلين ككتيبه. فسمير تعالى بقى اقف مع العمليات، انت استاذ الناس دي، جهز خريطه المشروع. اجيب معايا مين؟ افتح. فاول مره شاف لمين ده، قلت له لازم ده ضابط الطلع بتاعي بتاع الكتيبه. فبدا يعرفه بقى. شوف يعرفوا منين، هو ملازم اول. ايوه. وتمر الايام وبقى. فعلاقتي بعمر سليمان طبعا كانت قويه، لان احنا كنا طلبه في كليه الحرب، سنه ونص طلبه. وبعدين هو قائد اللواء وانا قائد كتيبه معاه سنتين، برضه كتب لي تقرير امتياز طبعا. وبعد كده بقت الصداقه شخصيه. يعني افراح بناته الثلاثه، احنا 4 اللي حضروا الافراح دي من الجيش. وعمر سليمان ما كانش بقى لا يعزم وزراء ولا بتاع زي بيت الناس، لا. مشير طنطاوي وانا، وكان علي حفظي اللي كان مدير مكتبه، واحد تاني كان معاه في البتاع ده. ففضلت العلاقه. لما توفى في امريكا ورجع، رانيا بنته قالت لي انكل، ما هو عايزاه حضرتك انزل اكشف وشوفه نتاكد ان هو. فانا الوحيد اللي نزلت شفته. فالعلاقه كانت بينا فوق ما تتخيل. عيله اكتر يعني. كانت قويه يعني. هو شخصيه هايله، محترم، ذكي. مسك مدير المخابرات العامه 20 سنه، مش هتحصل في مصر ولا حصلت قبل كده. وكان له هيبه كبيره جدا في الخليج، له هيبه كبيره جدا في امريكا. لا لا لا، كان هايل، وقاعد بيتكلم لغه كويس قوي، برضه بتفرق يعني. طب ايه اكتر موقف يعني صعب حصل لحضرتك مش قادر تنساه في وقت شؤون معنويه؟ لا كتير يا، دول 7 سنين في كل سنه فيها. لا هقول لك حاجه، في فاكره كان في مره مركب عباره غرقت في البحر، وبعتنا نسجل الاحداث. في يعني العيال صوروا لي موقف حقيقي. الام، وبعد ما طلعت بقى، ما هو مين اللي نجدهم؟ البحريه المصريه. ايوه. العباره وقعت في البحر الاحمر، غرقت، فالبحريه راحت جابتهم. فبيقولوا لها ايه اللي حصل؟ فالست بتقول يعني احنا اول ما المركب بدات تغرق
ولقينا نفسنا في وسط البحر ونزلنا في قارب. فابني قال لها يا ماما احنا هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ قالت له اطمن، الجيش المصري هيجي لنا بعد شويه. يا الله. الكلمه دي ما اعرفش، وزعناها بقى كتير ايامنا عشان الناس تحس فعلا ان في وقت الزنقه، مش عشان انا ضابط جيش، لا، في وقت الزنقه اللي بينقذ الناس مين؟ هي القوات المسلحه. طب دكتور، حضرتك خلفية عسكرية بحتة، دراسة وشغل وكل حاجة، ازاي بقى لما دخلت دار الأوبرا حولتها لدرجة ان من كتر التطورات اللي حصلت بقت مؤهلة انها تستضيف فرق من بره العالم؟ اولا يوم ما اتعينت دار الاوبرا ما كنتش متوقع يعني. انا كنت خرجت من الجيش بقى خلاص. برضه زي ما قلت لك الجيش عندنا نظام اللي هو 10 سنين اخرج، رغم ان ما كانش سن المعاش جه، انما ده هو ده. فالمهم رحت الاوبرا، وطبعا الدنيا اتقلبت في مصر. ايامها كان الوفد هو اكبر جورنال معارضه، العنوان جنرال في الاوبرا. ماشي حاضر. حتى مره بعد فتره الرئيس مبارك الله يرحمه لما حفلاته وبتاع قال لي طب انت شاطر في الجيش واكتر واحد معاك شهادات علميه في الجيش، ايه اللي خلاك كده؟ بورسعيد. لان بورسعيد قعدت في بورسعيد كان دايما زمان مقسومه نصين، حي العرب وحي الفرنج. شارع محمد علي في النص بيقسم. حي الفرنج ده كان ممكن كله اجانب. احنا بالصدفه خدنا شقتنا في حي الفرنج، كان شقه فيها 24 عماره، فيها 24 شقه. صاحب البيت مشي فالاردي مات، الشقه العماره اتحطت تحت الحراسه، ابويا خد شقه. فقعدت حياتي كلها مع الاجانب. اصحابي كانوا كلهم اجانب، وهم اصحابي 2 3 اللي كانوا في الفصل في المدرسه. لدرجه انا في يوم من الايام كنت بتكلم يوناني كويس جدا جدا، لان استافلو بتاع كلهم بنلعب كوره سوا كل يوم بعد الدور في الشارع. أيوة. والنادي اليوناني ما فيش. اتعلمت منهم المزيكا، كل حاجه. فدي اهلتني تاهيل ان انا بقى عندي السنس بتاع الفن. فما رحت دار الاوبرا اهلت نفسي بقى، ما انا ما فيش، وانا زي ما انت عارفه طب اخش اكاديميه الفنون؟ لا. كان ايامها فوزي فهمي مدير كليه الفنون وكان عضو مجلس الاداره. قلت له كل يوم من الساعه 2 للساعه 6 4 ساعات اخد كل العلوم بتاعه معهد الباليه، اسبوعين 3. بقيت ما هو مش معقول واحد يقول لي الكورد باليه وانا يعني ايه كورد باليه؟ ما اقعدش طيش انا في حته ابدا، لازم افهم. 3 اشهر 4 اشهر كنت واخد جميع كورسات اكاديميه. ما شاء الله. لا بكلمك بجد، ما انت بتقري بقى الحاجات الرئيسيه. ما أيوة. انت لازم تفهمي المزوره واللا والمي، كل ده أيوة. فهمته. حاجات تانية جيت قلت في روح حسن، قلت له انا عايز اطلع بره اشوف الدنيا فيها ايه. كان كل اسبوع اطلع يومين، ليلتين ب3 ايام. رحت بقى اوبرا الباستيل في باريس، وبعدين الاوبرا في الدول الشرقيه هايله. تروحي تقعدي الصبح اوبرا فيينا لا كل. فتعلمت وجيت تنقلي الكلام ده الخبره. ما هو انت بتطلعي بره ليه؟ انت فاهمه؟ فاتعلمت طبعا الخبره. بديت بقى جبنا البولشوي، طبعا ما كانش جاي البولشوي بتاع له سنين. جبت البولشوي، جبت الفيل هارموني بتاع الاوبرا فيينا، جبت كله تمام. وبعدين حاجات بقى كانت مشكله. كانت الاوبرا هقول لك حاجه. اول تاني يوم في الاوبرا كان احمد زويل جه مصر، طلبني في التليفون مبروك. احمد زويل كان بيحب الموسيقى العربيه، انا عايز اجي بكره. قلت له تعال. حضرنا واحنا قاعدين التكييف بتاع المسرح كبر وعطل. بقاله 13 سنه ما اتعملش صيانه، تخيلي. 13 سنه ما تعملوش صيانه. جبت الكليه الفنيه، ما هو الجيش بقى بيشتغل. أيوة. الكليه الفنيه الصبح تك تك فوت، لدرجه الفلتر بتاع الهواء من كتر الطين اللي فيه ما عرفش يتفكوه، قطعوه. يعني المهم عملنا بقى سيرفي كامله لكده. جيت لقيت الاوبرا كلها كانت متكيفه، المسرح الكبير بس. طب عايزين نكيفه كله، كيفناه. شوف الحاجات الاداريه بقى. أيوة. البلوه الثانيه، الصوت كان ديجيتال، كان اسمه ايه دوت، ما كانش لسه الديجيتال جه. وبعدين الاضاءه كانت معموله قديمه من 13 سنه. طب هعمل الكلام ده عايزه 6 مليون دولار. طب هاخد من الميزانيه. طب مين اللي عمل الاوبرا دي؟ الجايكا في اليابان. بعت لهم جواب قالوا قلت لهم طب انا عايز اجي اليابان. رحت اليابان، دخلت على الجايكا، قلت لهم عيب الاوبرا اللي انتوا عملتوها دي كلها
الاضاءه وكل ده اتغير. يرضيكوا ان البولشوي يجي نشيل الكونسول اللي في الكنترول روم ونحط بتاع دوت؟ فبالصدفه بقى اللي كان ماسك الجايكا ايام ما عمل الاوبرا في مصر راح مسك في اليابان، فكان سبورت تمام. ليا. فقالوا لي طيب حاضر، اصل الميزانيه دي عايزه كذا مليون دولار، وقلت لهم ابعتوا لي الجايكا في اليابان، ما عندكوش احتياطي؟ حاضر. كل ده واحنا قاعد معاهم. المهم مش هطول عليك، غيرنا الصوت، غيرنا الاضاءه، وثلاث اشهر كنا مغيرين كل الصوت في الاوبرا والاضاءه الى ديجيتال. رحت مكيف الاوبرا كلها، وما كانوا مكيفين بتاع دوت. ايوه. عملنا المكتبه الالكترونيه. انت كنت تخش مكتبه الاوبرا فيها النوت وبتاع لحد السقف والفيران داخله، عملنا بقى كلها كمبيوترايز. فاهم؟ وبعدين بقى الحاجات الشخصيه للمواطن، عملت لهم بتاع دوت عياده اسنان. مصر فيها امكانيات، بس انت تروح تدوري. رحت لوزير الصحه عايز عياده اسنان، حاضر. عملنا عياده اسنان باتنين دكاتره بقى بنعالج الفنانين واولادهم واسرهم. عملنا لهم مصيف في الصيف، رحت من الجيش اجرت عماره في مرسى مطروح بيطلعوا عمره وحج. يعني حضرتك ما بصي، سبتش تفصيله واحده الا ما ظبطتها. انت روح الاوبرا النهارده قول لهم مين من احسن الناس اللي جم، من اول العامل بتاع. وبعدين الاوبرا فيها خبرات هايله بتاعتنا. لو تشوف الطقم بتاع الماشينري بتاع الباك ستيج، عيال زي الفل. ولما بتيجي المكافآت عمري ما قللت مكافاه من الناس دي، من الكبار اللي هم بالالوفات، لا لا لا، أيوة. قطع، لكن الصغيرين دول. فعملنا شغل في دار الاوبرا حلو. بس وقتها هي الاوبرا كانت للنخبه بس، بالظبط، برافو حضرتك عليك. خليتها بقى انا اول يوم دخلت، بعديها بالتاني اسبوع كان السيمفوني. اللي على المسرح 100 عازف، اللي قاعدين في المسرح 80، ونصهم دعاوي. الله، طب ليه؟ فين باقي الشعب، فين فين الناس؟ الشعب؟ بالظبط. انا قلت مصطلح، انا هعيد اسوار الاوبرا. كان مفيد شهاب اياميها رئيس جامعه القاهره. قلت له دكتور مفيد، انت عندك المدينه الجامعيه كل يوم عايز 400 طالب، تمام؟ يجوا يحضروا الايه؟ العرض، ويقعدوا فوق في البلكون. اول يوم حصل كارثه، دخلوا بالكوتشي والبتاع ده والجينز. بدأوا بقى الناس يقول لك شوف يا جماعه جايبين ضابط يمسك الاوبرا، ايش فاهم ايوه. ده؟ يروح مسرح البالون، انا سامع الكلام ده بودني. ده يروح مسرح البالون هيشك بش، ايه اللي في جاب الاوبرا ده؟ الفكره صح لكن التطبيق غلط. ما نمتش طول الليل. تاني يوم الصبح قلت للدكتور مفيد هاتهم لي بدري نص ساعه. دخلوا قبل الجمهور، ما انا مش هقول للطالب بقى البس بابيون دريس كود وبتاع. بقى والحاجات دي. ايوه. فجم نص ساعه بدري. طلعوا البلكون فوق. حسن كامي اول يوم اطلع اشرح لهم دي اوبرا عايده، اوبرا لا ترافيتا، قصتها ايه، ازاي نسقف، امتى نسقف، اداب الاوبرا. وهم خارجين مش هيخرجوا مع الجمهور، فعطلناهم في اللوبي اللي فوق ربع ساعه، علبه عصير وحته كيك، ومشيوا. بعدها بشهرين لقيت الدكتور مفيد قال لي انا عندي مشكله كل يوم، كل الناس واقفه على الاتوبيسات عايزه تروح الاوبرا. انت فاهمه؟ ايوه. طلعنا بالاوبرا الاقاليم. انا خدت من اول العريش لحد اسوان. انا طلعت هنا في يوم، ودايما كنت بروح الجامعات فيها مسارح وفيها بتاع. فلقيت عادل لبيب بيقول لي لا مش هتمشوا، البلد مقلوبه. فعملنا يوم تاني في وسط البلد والناس جات وبتاع. فانت فتحتي الاوبرا للناس، وبدات الناس تحس. الاوبرا اسمها مركز ثقافي قومي، ايوه. ففيها معرض فنون. رحت انا عاملهم 3. ازاي؟ محطة المترو زي باريس، انت نزلت باريس هتلاقي محطة المترو معلقين اللوح. فرحت عامل اللي هو المكتبة اللوبي بتاعها عملتها معرض. وجيت بقى على محطة المترو بتاعت الأوبرا، كلهم رفضوا انهم يعملوا فيها. يا جماعة ده الأوبرا كل يوم المحطة دي بيعدي فيها 2000 3000 واحد. رحت رايح لكلية الفنون الجميلة، تعالى يا ولادي اللي بتوع سنة رابعة، هتعمل يا ريت تخلي واحد في رابعة فنون جميلة هيعمل معرض في الأوبرا. ايوه. بدات تطلب الوقت اكتر، لان بقوا كده 4000 طالب مسافر كل يوم بيعدي يشوف لوح بيشتري. فبداوا بقى كل الفنانين لا انا عايز اعرض شافوا في مميزاتها شاف بقى. المميزات. أيوة. انا غيرت كتير. وبعدين المكتبه الموسيقيه كانت حلوه. بقول لك النوت كانت الفيران والسقف. رحنا خدنا منحه من بلجيكا 2 مليون دولار. انت عارفه ان في الكمبيوتر بيعمل النوتة الموسيقيه؟ ايوه. انا ما كنتش اعرف.
أيوة. فخدنا طلبه من الكونسرفاتوار 4 ونقلنا كل النوت اللي عندنا بقت كلها على الديسك موجوده واتحطت. فانت النهارده عندك اكبر مكتبه موسيقيه، لان مفيش اوبرا زينا. احنا عندك الاوبرا السيمفوني، وعندك الاوبرا بتاعت الاوبرات عايده وبتاع ده، وبعدها عندك فرقتين موسيقى عربيه وفرقه انشاد ديني، كل دي عندها نوت كانت مترميه. انت النهارده بقت كلها محفوظه وموجوده. طب اوبريت الحلم العربي حضرتك تقريبا حضرت انا اللي تحضيره عملته صح؟ احكي لنا بقى عنه. انا كنت مسؤول ده وانا في الشؤون المعنويه ان أيوة. بعمل حفلات 23 يوليو 6 اكتوبر 25 ابريل. فالاغنيه بتاعت الحلم العربي كانت امية اتعملت في دبي، وكان حلم بكر اللي عاملها والفنانين المصريين كلهم. الله، هو حصل مشكله بقى ان مش عارف صفوت الشريف قال ايه ده، لا ما اتعملتش عندنا ما زحاش، لا ما في ده. فاخدنا اذن من الرئيس ورحنا جايبين بقى ايه كلهم، وكنت انا في شؤون معنويه وعملت لهم بروفا في الاوبرا وعملت بتاع دوت وزعنا العلم العربي. اصاله برضه انا عايز اقول ان في ناس كويسين يعني. اصاله كانت اول مره تيجي مصر تغني، ايوه. فبعد ما غنت خلصنا الغنى والظابط بقى بيديهم الفلوس بتاعتهم. فقال لي احمد صالح بتاع مصر لسه موجود، يا فندم اصاله مش عايز تاخد فلوسها. معقوله؟ قلت له هاتها لي. ايه يا استاذه اصاله؟ شو؟ انا كنت ببقى عيله في دمشق واتفرج على 23 يوليو في مصر واجي اغني وعايز ناخد فلوس؟ ياه. هتعملي ايه بس؟ قلت لها طب خلاص شكرا. طب ادفعوا طبعا ثمن الاوتيل والطياره. قالت لي ابدا، جوزها كان اسمه الذهبي ده الاولاني ده ولا ايه؟ ايوه. كان وحش يعني. قال لها ناخد. قالت له ما تاخدش حاجه يا ايمن، انا جايه لمصر دي يعني. برضه ماجدة الرومي انا اول واحد دخلتها، كانت برضه في مشكله في مصر وبتشتم، جت عملت حفله جميله ولسه كل شويه تكلمني تسلم عليا لما بتيجي مصر وبتاع. احنا اول مره دخلناها مصر، لا احنا عملنا في شو معنوي 7 سنين، لا عملنا شغل جامد يعني. وعملنا وانا رحت الاوبرا بقى عملنا مرور 50 سنه على ثوره يوليا، عملناها بشكل جديد. طلعنا الابنودي يحكي وحرج الجط لا يعني واشعار صلاح جاهين يعني. ما اعرفش بقى، كنا ساعات بنقعد نبتكر عشان دايما انا عايز اعمل جديد. انا ما قلتش. ايوه. وبعدين تاخد راي الناس. انت على فكره الناس واخده عن الجيش بتاعنا او اي ضابط جيش في العالم انه ديكتاتور، لا. اما جينا نعمل 50 سنه على مرور ثوره يوليو، فجبت كل المايستروهات والبتاع ده مدير الفرق حوالي 14، قلت لهم فكروا لي عايزين نعمل حاجه جديده واللي هيجيب فكره مكافاه. قالوا طب ادينا فرصه يومين. الولد اللي بيقدم لنا الشاي والقهوه ده بقى له 20 سنه في الاوبرا، وقعد بقى يوميها بقى قعد في وسطنا بتاع ربع ساعه ده قهوه وده شاي. بعد ما خلصنا كده جالي المكتب قال لي انا عندي فكره، وقال فكره. سبحان الله. ده لا يعني مش ما هو الشعب المصري فنان برضو كله. ايوه. وقال لي فكره هايله، بس ما رضيتش اقول له ان هو اللي جابه ولا كانوا طبعا ايوه. قالوا عليا ده بتاع بوفيهات وبتاع. وخدناه ونفذناه وديته هديه، بس لحد دلوقتي ما حدش يعرف هو اللي قال. فانا عايز اقول دايما هات الافكار الجديده، مش كل مره هو الافكار القديمه هي وبتاع، لا انا احب دايما جديد. ايه الجديد؟ ايه اللي هنعمله جديد؟ ندخل بقى على الاقصر. هي تقريبا المدينه دي اتولدت على ايد اللي هو سمير فرج، والعالم كله حضرتك استضفته فيها في الفتره دي علشان يجي يتفرج على التطورات اللي حصلت. حضرتك بقى حاسس انك حققت كل اللي انت عايزه فيها، يعني الرؤيه كامله، ولا كان عندك خطط لا، تانية؟ كنت لسه عايز سنتين. جت 25 يناير بوظت الدنيا. كنت عايز اعمل اسنا كمان. كانت اسنا بقى دخلت في الاخر. ايوه. اسنا فيها معبد ما حصلش، وبعدين قناطر اسنا السياح بتنزل تقف تعدي القناطر بيقعدوا منظر كنت عايز اعمل اسنا زي ما عملت معبد الكرنك. انا خدت 4 جوائز عالميه في ما فيش محافظه في مصر خدتهم. انا خدت في تطوير ساعه معبد الكرنك، طريق الكباش انا اللي عملته. طبعا. نقلت سكان القرنه، بتنقلي 3250 اسره من فوق المقابر وتوديهم. عملت لهم مدينه جديده ايوه. 950 مقبره. لو ياه. تشوف المنظر تزعلي. بني البيت بتاعه فوق المقبره، التواليت بينزل في المقبره. فبنيت قريه جديده لهم.
اياميها قالوا خليه يبني، هيتحاكم بعد كده يخش السجن اهدار مال عام. هيتحاكم ما انا يا مش هيروحوا. انت بنيت البتاع دي ليه؟ ما اه بقى ضيعت فلوس الدوله. ايوه ايوه بس مين هيروحوا يعني. فتعبت. اللي ساعدني الشيخ الدكتور احمد الطيب، الشيخ الازهر، لان انت عارف عيله الطيب هناك اخوه الكبير هو ملك البر الغربي. ايوه الطريقه وبيدي احكام ولا لا لا وبيتجاوز رهيب يعني. فساعدوني طبعا عشان تنقل الناس دي. وطبعا اللي ساعدوني بقى كنت بروح العب كوره بعد الظهر مع الشباب. يا اولاد ما عندكوش ميه، ما عندكوش كهرباء، مش نفسكم في تلفزيون، ايوه اللي معاه فلوس بيجيب مكنه. ما هتاخد بقى بيت جديد في تلفزيون وميه وكهرباء. اول غاز دخل حظنا طبعا يعني الصعيد كان الخط جاي البر الغربي، دخلته لهم وعملت قريه ونقلناهم. والنهارده 1950 مقبره خدتهم الوزاره لا وبدات. وحضرتك كنت عاملها بالاقناع كمان، يعني مش بالعافيه، لا 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 اقنعتهم. بص بالعافيه بقى كان في اخر 10 قالوا لا مش ماشيين. اه فروحنا بقى قلنا لهم انا مش عايز اخد عنف ايوه معاكم فمن فضلكم يعني. وبعدين الستات في الصعيد اقوياء. الست قويه جدا في الصعيد ليه؟ طبعا هي اقوياء في كل حته طبعا، لكن الصعيد لا. الصعيد لان الصعيد منطقه طرد للسكان. اول ما الواد بيبقى 16 سنه 17 ابوه يقول له خد بنت عمك اتجوزها وخد في الاوضه دي. ايوه وبعدها شهرين ثلاثه يطلع يا الخليج يا ليبيا يا مصر، معروفه. فمين اللي بيربي ويطبب العيال ويشوف حماتها وابوه؟ الست. الست السعوديه خطيره. احكي لك مره اول ما رحت فكنا عايزين نعمل ملاعب كوره. الشباب احنا في مصر مقصرين معاه، نقول ده وحش، ما هو انت مش عامل له حاجه عشان يبقى كويس. ايوه فكان الجيش بيعمل ملاعب صغيره. فرحنا في حته هي ارض دوله وهم بانيين عليها غلط بس مش عايزين مشاكل دلوقتي. فالبيت ده قلت له تعالى هنا والبيت ده تعالوا هنا عشان نعمل ايه؟ الملاعب. بعدها واحنا بنينا لهم بقى الجديده اللي اتنقلوا بنيناها لهم. بعدها بشهرين جم قالوا لي يا فندم مش هينفع لان لازم البيتين دول يبقوا في حته واحده عشان الكابل الكهرباء. الكابل الكهرباء غاليه جدا لانها كلها نحاس. ايوه فالصبح خدت العربيه ومعايا بقى كل وكلاء الوزاره وبتاع بتبقى مثلا 20 ورحت عايزين البيت ده اللي هنا يرجع تاني الناحيه التانيه. فجبت الناس جابوهم طلعوا بره. حاضر حاضر وحطوا وشهم في الارض. طب ايه تعالوا هنبني لكم البيت واحنا لامنيه. شويه ولقيت واحده ست العامه بقى هناك بيسموها العامه طالعه عندها 70 سنه 80 سنه ماسكه العصايه والرابطه السوداء دي وراحت قالت لي انت بقى الرئيس بتاعنا هنا؟ قلت لها ايوه يا حاج. وعايز تنقلنا الناحيه الثانيه؟ قلت لها ايوه. قالت لي ما انت نقلتنا من 3 اشهر جبتنا هنا. قلت لها يا حاج احنا غلطنا. قالت لا الرئيس الكبير ما يغلطش. اللي حواليها بقى اسكتي يا ست انت بيتكلم صح. انا مش هتنقل من هنا ولو عايز تجيب البلدوزر شيلني بالبلدوزر وموتني. وراحت داخله والناس ابو مشنبات دول واقفين حطوا وشهم في الارض. ياه هي صح واحنا غلط. تمام نمشي يا فندم. قلت لهم يمشي خلاص. وطلعنا ولفينا. رحت المكتب لقيت ولادها بقى واقفين ما تزعلش دي اللي ربتنا احنا اشتغلنا في الخليج وربت عيالنا ما نقدرش نقول لها لا. قلت لهم خلاص. جبت بقى بتوع الكهرباء انتوا اللي قلتوا لي قبل كده القرار ده كده صح. ايوه انتوا المسؤولين. الموضوع ده لو ما اتحلش هعمل الكابل جديد وهقسمها عليكم. بعدها بساعتين جابوا الحل. شلنا كابل من حته طب ما الاول ما عملتوش ليه؟ المهم وفضلت قاعده مكانها. بعدها بكام شهر الست دي توفت. وفي الصعيد وفي الارياف لازم المحافظ يروح يعزي والا تبقى البيت ده او العيله دي مكروهه. ايوه ولو ما رحتش هتبقى ضدك. فبالليل جايين يقولوا لي الست يا فندم ماتت النهارده. قلت لهم طيب تمام. الساعه 8 قلت لهم جهزوا الاتوبيس ميكروباصات بننزل كلنا المحافظ ومعاه شلته. فين هنروح نعزي الست دي؟ ايوه. ورحنا وعزينا.
تاني يوم الصبح ولادها بقى جم، لو عايزين ننجل تاني. هي كانت عايشه وبعد ما ماتت. ليه؟ لان انا كنت عارف ان بعدها 6 اشهر المنطقه دي كلها هتتشال. ايوه يعني لا، فالست السعوديه عظيمه ومحترمه صدقيني، وانا كنت بحترمها كويس جدا. مره كنت رايح افتتح مدرسه في حته بعيده، فوانا راجع لقيت واحده ست راحت واقفه قدام العربيه. ايوه يا حاجه، قالت لي يرضيك عشان انت جاي تعدي النهارده الفرن بتاعي شهدوه؟ ما الست حتى قدام البيت فرن هناك بيخبزوا، ايوه مفيش بوتاجاز بقى وبتاع ايوه الحطب بياخدوه ويعملوا الفرن. ليه يا ابني؟ عاملاه في الشارع. طب وانت بقالك هنا رئيس قريه بقالك سنه، ما شلتوش ليه؟ جاي تشيله النهارده؟ الفرن يتبني زي ما كان وبفلوسنا ويرجع، ولما الطريق اتسفلت بيشيلوه. لا، الستات في الصعيد اصحاب شخصيه. انا عرفت من حضرتك ان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان دايما بيدعم افكارك، احكي لنا بقى موقف منه. انا عملت الرئيس مبارك، اولا الرئيس مبارك علاقتي بيه كانت كويسه جدا. كان اول تاتش بيني وبينه يوم ما حضر افتتاح مركز الاعلام العسكري 3 ساعات. ايوه فيوم ما هتقال المشير الواد ده انت مخبيه فين؟ بدينا نعمل مرور 25 سنه على حرب اكتوبر، عملت ندوه استراتيجيه وكانت من اعظم الندوات اللي اتعملت. ويومها كان اول مره جمال مبارك يبان في الصوره. جاء اسامه الباز قال لي عايزين، قلت له تعالى يقول محاضره على الاقتصاد يعني. فعرفني بقى. اما جه بقى حصل حد كده قال له ده انا مسجل للسادات مذكراته على كاسيتات وبتاع، قال لا انا عايز اسجل قصه حياتي. وكان يا احنا يا صفوت الشريف، فساب صفوت الشريف وجاء سجل عندي انا. قال لي مش انت عامل مركز اعلامي وعربيات اذاعه خارجيه؟ تعالى وريني بقى. تعالى. فسجلت له 17 حلقه من مذكراته الشخصيه، بس دي كلها النهارده عند مدام سوزان. ايوه فانا حتى كنت بعيد عليها العيد اللي فات، قلت لها مدام سوزان الشرايط بيتا كام لازم تتنقل ديجيتال ايوه دلوقتي والا هتبوظ، هتبوظ. وفيها كلام خطير. طبعا انا نسيت كل حاجه، ما اعرفش حاجه طبعا. فدي كانت من الحاجات الكويسه. يوم ما رحنا الاقصر، يوم ما جالي الاقصر، انا جالي في ال7 سنين 9 مرات. ما حصلش ان في رئيس دوله يروح محافظه 9 مرات. وكان مديني سبورت. لما يبقى معاك رئيس الجمهوريه بتكلمي وزير عايز اعمل الطريق، يقول لك ما فيش فلوس. طب بس ما تزعلش اما هقول للسياده الرئيس، طب انت بتهددني. مش بهددك، وانا بعمل طريق لبيتنا، انت فاهمه؟ ايوه بس فحقيقي السبورت بتاعه ساعدني. يوم ما كان في تعديل محافظين وانا كنت رئيس مجلس اعلى، فكان بيبقى انا في الاخر خالص في القعاد المحافظين، وكلهم انا بقيت اقدم منهم. انا قعدت 7 سنين. فجاء في التعديل اللي جاي قلت له يا اتعدل وضعي يا، قلت لاحمد نظيف رئيس الوزراء. ايوه فقال له. فالصبح نزل من الطياره قال لي انا سامع انك زعلان. قلت له ايه يا فندم؟ لا ده هي عندنا في الجيش صعبه يعني. قال لي خلاص انا هديك درجه وزير وتاخد وظيفتك صحيح مجلس اعلى، لكن اقدميتك. قلت له هبقى تاني محافظ. قال لي اه. رحنا بقى عرضنا في القاعه، كان طريق كباش، كان اول مره يشوفه بقى. ايوه كان مبهر يعني حقيقي، ما كانش مصدق لان حفرنا. انا شايل في طريق الكباش 70 بيت، ومحدش مصدق ان العماره ال4 ادوار دي هنلاقي تحتها كباش. ايوه وكلهم يقولوا لي يا فندم حرام عليك، هنمشي الناس دي ببيوتها، مش هنلاقي حاجه تحت. يعني هو في ربنا بقى؟ اقول لهم هنلاقي. اتاري يشوفوا ربنا بيحب البلد دي. لما الكباش اتعملت كان بيجي الفيضان كل سنه يرمي الطين، فاتعمل 6 متر فوق الكباش. يا تخيلي. ايوه فشلنا انا عندي الصور كلها بقى شافها. شلنا البيوت، حفرنا اول متر ما فيش، تاني 6 متر لقينا الكباش بحالتها. فيومها بقى شاف الكلام ده، خلصنا طريق الكباش العرض بتاعه، ورحنا بقى في حته تانية كده كان في افتتاح بيوت جديده. طول السكه في العربيه بكلمه ما ردش عليا، اتاري بيفكر بقى هو كان. فرحنا بقى الحته الجديده. اول ما دخلنا كان احمد المغربي كان بنوزع اسكان، فقال له المحافظ عليا يعني. قال له لا استنى يا احمد يا نظيف.
الاقصر تتحول لمحافظه. فما خلصنا وطلعت بره في العربيه بقول له يا فندم، لا يا ابني انت اشتغلت جامد وتعبت، فده اقل شيء لك ده يعني. حقيقي الصراحه. فعشان كده بأدين له بكل الفضل. ايام ما كان في المستشفى محبوس انا رحت زرته، ما فيش مشكله يعني. مين اكتر زياره طيب خدت من حضرتك شغل وكانت متعبه وقت الاقصر؟ امم اللي اتحكم عليه النهارده بالسجن في باريس. رئيس فرنسا كان جاي، واما رئيس الجمهوريه يكلم محافظ 3 مرات ده نادره يعني. سمير اسمه ده جاي، رئيس وزراء فرنسا، وكان جاي الاول يحضر في الاقصر الكريسماس ويطلع يقابل مين؟ ساركوزي، يقابل الرئيس. أوكي. فقال لي ساركوزي جاي واول مره يجي لنا مصر ومش عايز يبدا ببدايه وحشه ومش عارف ايه. فالمهم عملنا استعدادات وجاي في الكريسماس، البلد كده ما فيش حاله الشوارع طوارئ اصلا. لا ما فيش اوضه في فندق فاضيه. أيوة. وعشان نفضله 3 اوض في الوينتر بالاس طلعنا 3 واديناهم امتيازات وفلوس عشان ياخدوا مكان. ايوه. هو كان معاه جاي ومعاه كارلا بروني، ما كانش لسه متجوزه اياميها، متجوزه بعد الزياره. المهم نزل من المطار قابلته وخدناه. عايز تروح فين؟ قال عايز اروح الكرنك. كنت انا في الكرنك هديت البعثه الفرنسيه ونقلتها. فنزل الكرنك وقف قبل ما تيجي البعثه بقى عرف انه جه. فقال لي انت عملت ايه؟ قلت له كانوا هنا ونقلتهم هنا عشان نرجع الكرنك 4000 سنه اللي كان الفرعون يقف هنا يشوف البر الغربي، وهم كانوا في النص، ما تنفعش نقلتهم على الجنب يعني. وهم دي في البيوت دي جم قالوا انتوا عاملين هيصه ليه؟ ايه الكلام اللي عمله صح؟ سبته بقى للفرنساويين. قلت له عايز حاجه؟ قلت له هروح. الكرنك كان جوه الناس جنب بعضها. أيوة. وده رئيس دوله. ايوه. ومش عاوزين تحسسهم ان عامله حاجه. فالعساكر اللي وقفوا لابسين مدكي. المهم عدت بسلام وخلص وراح الوينتر بالاس. الساعه 6 بيكلموني الرئيس عايز يجري. قعدت افكر يجري فين؟ نشوف انا اوتيل. 3 دقايق بيقول لي ده لبس الشورت والكوتشي وبيجري في الشارع. كارثه سوداء طبعا. انا شوفي انا حاربت 4 حروب عمري ما خفت. كنا حرب دي استنزاف. مرعبه. انا خفت مش مرعبه. وبعدين نزل بيجري بالشورت ونزل على الكورنيش وعرف انه هيروح لحد الكرنك. لوحده معهوش حراسه كمان؟ لا كان في تحت 2 حراسه، ضابط حرس جمهوري من مصر وضابط حرس جمهوري من فرنسا، بس لابسين بدل. ايوه. فقلعوا الكرافتات والجاكيتات وبيجري جنبه. الكورنيش فوق بعضه. تخيلي بيجري رئيس فرنسا. وبعد شويه قالوا لي هيبقى تحت المكتب عندك. ببص لقيته بيجري. والله ما خفت في حياتي قد اليوم ده. وصل لحد الاخر، وانا عوال ما مدير الامن يطلع ضباط شرطه فين بقى ورجع. قلت الحمد لله. عدت جت مصيبه بسلام. تانية. لا رجع تاني، ده انا عايز يجري نص ساعه المشوار ده. هو مصمم. بالليل بقى كنت عازمه على العشاء بقى. فقلت له مستر بريزيدنت يو جيف مي ا فيري هارد تايم. انت يعني اديتني وقت صعب، انت وقعت قلبي. قال لي سيربريز من جنرال، المفاجاه. هو عارف بيعمل ايه. أيوة. لا والمفاجاه ما حدش عارف انه جاي. انت لو عملت الدنيا وقفتها هتلاقي الناس بقى لا ده هيمشي نضربه بسكينه. انما لا. توني بلير النهارده اللي اتعين هيمسك غزه. قبل ما اجي وانا بسمع التلفزيون ما انا جات لي بقى 7 سنين جولي العالم كله يعني. ايوه. توني بلير لقيته هو جاي ومراته وابنه عايز 2 مترجمين. مترجمين ليه؟ بس شوف الناس. المهم جه ووصل ونزل. رحنا الكرنك ده بيبقى اول زياره يعني. ففين ال2 مترجمين او الجايد يعني؟ هم دول. نقى واحد فيهم كان هو ومراته وابنه ليو. فابنه كان هيدرس السنه دي الانشنت ايجيبشن هيستوري، تاريخ المصري القديم في المدرسه. فجابوا مصر ويدرس وجاي عامل بلان للكرنك. ما هو الكرنك بيحكي كل تاريخ الفرعوني. وقال له هنا الاول، وساب ابنه مع المترجم وبتاع دوت، وهو ومراته مشوا مع المترجم التاني. تاني يوم الصبح عمل حاجه زي انت عارفه انجلترا اجاسا كريستي عملت فيلم جريمه ديس اون ذا نايل، جريمه على النيل، اللي هي مركب زمان طالعه من الاقصر لاسوان وحصل فيها جريمه وبتاع.
فمراته قالت المراكب دي ما عادش فيها غير مركبين من قدام عاملينها كده، فقالت عايزه اروح المركب دي، فراحت ومعاها كاسيت فيه الموسيقى التصويريه بتاع الفيلم. اوكي. دخل، احنا اتعلمنا بقى يومها، عملنا بقى زياره اجازه كريستي بنروح وعملنا. لا انا كانت فتره جامده بتاعت الاقصر. دكتور سمير، حضرتك حضرت 4 حروب، بس ما بين ال4 بحس ان حرب اكتوبر هي الاقرب لقلبك، ايه سر الموضوع ده؟ عشان حققت النصر. الذل 6 سنين وانت قاعده في حرب الاستنزاف 200 متر قناه السويس والعلم الاسرائيلي مرفوع على ارضك. فاما تستعيدي ارضك وتستعيدي كرامتك كجيش بعد ما كل حد يبان انتم مهزومين اتهزمتوا، فدي اعظم حرب طبعا. وقت الحرب حضرتك كنت من اصغر الضباط في المركز العمليات الرئيسي، صح كده، في القوات صح. المسلحه. طيب، شاب صغير وفي حرب وفي ايده يعني قرارات كتير جدا تخص حرب، تخص الناس كلها ما تخصوش هو. حضرتك كشاب كنت بتفكر في الموضوع ده ازاي؟ ما كنتش خايف؟ بصي اصل انا مش متخذ القرار يعني. هو انا كنا في كليه اركان حرب، وفجاه قالوا لنا هتتخرجوا يوم الخميس دوره 25 اللي كان فيها عمر سليمان معانا. ايه يا جماعه؟ قالوا حرب اكتوبر. طب ما كانش في حد مصدق ان احنا هنحارب. اتخرجنا، طلعت الاول، وذاك احنا الدوره الوحيده في اركان حرب اللي ما فيش فيها، ما حدش جه خرجنا. الدوله هتحارب، الوزير هيجي يحضر حفله تخرج كليه. اكيد لا. فتلاقي حتى الصوره بتاعتنا في المتحف ما فيش صوره بقى زي كل دورات الوزير قاعد ورئيس الاركان والطلبه، لا، حطوا كل واحد صورته جنب بعض كده، ابحث مع الشرطه، وقالوا دي الدوره ايه 25. طلعت الاول، كنت رائد، فمكافاه ليا قالوا روح هيئه العمليات. رحت هيئه العمليات الصبح، دخلت وفرحان بنفسي بقى، طالع الاول اركان حرب ومعلق العلامه الحمراء ودخلت خدوني اللي هو الجاموسي كرئيس هيئه العمليات. فبص قالوا له الضابط الجديد ده جاي من كليه الحرب وفاكر جاي مدرس. ايوه. فبص قال لي انت رائد؟ قلت له ايوه. قال لي ايه اللي جابك هنا؟ ما هو دول كلهم العباقره بتاع الجيش. ايوه. عقيد عميد لواء. فقالوا له ده الاول بتاع كليه الحرب. طيب يروح المعلومات دلوقتي وبعد كده نشوف هنوديه فين. الحرب قايمه الدنيا مقلوبه. الدنيا مقلوبه. المهم 3 ايام ورحنا فتحنا المركز اللي هو تحت الارض اللي هندير منه حرب اكتوبر. وطبعا ده تحت الارض ان اسرائيل عندها نووي، عشان لو اتضربنا نووي ما حصلناش حاجه يبقى في يعني. الامان. فرحنا، ففي الغرفه الرئيسيه بتاعت اداره الحرب اللي فيها السادات على الهاي تيبل، يمينه احمد اسماعيل، شماله الشاذلي والجمصي، دول الاربعه. تحتيهم في الخريطه اللي مشهوره اللي احنا. فما فتحنا قالوا يا فندم مين هيشتغل على الخريطه دي؟ ما عمرنا ما. قال لهم هاتوا الواد الصغير اللي جه امبارح يشتغل على الخريطه. تمام. مش ده الاول، فشاطر بقى في الرسم ايوه. والكلام ده كله. فدخلت بقى استلمت الايه الخريطه وقعدنا. رحنا احنا قبل الحرب ب3 ايام عشان نجهز المواصلات ونتاكد مظبوطه، نكلم سوريا الجيش الثاني والجيش الثالث. كانوا بيبعتوا لنا الصور ايام زمان بالفاكسيميلي، حاجه اسمها فاكسيميلي، مش صوره ده حاجه بالنشادر يعني تشوف العافيه. المهم وفتحنا يوم 6 اكتوبر الصبح الساعه 10 كده، كنا حاطين خرائط مشروع، شلنا خرائط المشروع وحطينا خرائط الحرب جرانيت المعدله. ولحد ساعتها ما حدش فينا مصدق بعد 6 سنين هنهجم على العدو ده اللي هزمنا وضربنا واقوى مننا. لحظه العالم كله مستنيها اصلا. واحنا مش عالم، احنا الساعه 12 جه السادات لابس اللبس العسكري وعساكر من وراه جايبين صواني معاهم سندوتشات وعصاير، ومسك احنا كنا في 10 رمضان صايمين. فمسك الميكروفون وقال يا اولادي انا جبت من المفتي ان ده تحرير ارض، فاحنا افتى ان احنا نفطر، وبلغوا كل الجبهه يفطروا. طبعا ما حدش فينا فطر. ايوه. ولا الجبهه، بعت اصحابي اللي في الجبهه قالوا لي ايه ساعه الفطار بناخد بقين ميه وخلاص. ما حدش فينا مصدق، فرحانين كلنا. قعد السادات فنزل على الخريطه بقى بتاعتي والمشير احمد اسماعيل والشاذلي بيشرحوا له بقى اوضاع القوات فين وفين وهنعمل ايه والخطه، بيفكروه بقى ايه بالخطه. وطلع فوق بقى
قعدنا مستنيين. صدقيني كل شويه اقول الحرب مش هتتم. في عندنا في الجيش حاجه اسمها كما كنت، يعني ارجع تاني. ايوه. مفيش. الساعه 2 الشاشه بتاعت الطيارات والقناه مرسومه، لقينا ال 220 طياره بيتقسموا داخلين. خلاص نو واي، مفيش رجوع بقى. ايوه. دخلوا ضربوا الضربه الجويه، وبعد كده العمليه مشيت. طب احكي لي موقف ما تنساهوش ابدا مع الرئيس الراحل محمد انور السادات. لا انا ما هحكي لك احلى منصب، احلى موقف حصل. انت عارفه اسرائيل كانت بيسموا القوات الجويه الذراع الطويله، ايوه. وكانت هي اللي بتضربنا وبتعملنا يعني. فالساعه 2 وربع التقطنا اشاره من قائد القوات الجويه الاسرائيليه بيبلغ الطيارين ما تقربوش للقناه 15 كيلو اللي هي مدى الصواريخ بتاعتنا. تمام. فاذا احنا هنعبر القناه ومفيش تدخل منين؟ القوات الجويه الاسرائيليه. ساعتها انا ضابط صغير قلت هننجح، وده تقريبا احلى خبر جالي. الساعه 2 الا 10 كان خط بارليف عاملين انابيب نابالم تحت الميه، بحيث لو عبرنا، ما احنا هتعبري بالقوارب، النابالم يغطي القناه كلها، تحرق القوارب بالعساكر، والقوارب هي اللي هتجيب الموجه الثانيه والثالثه بس. فكنا نزلنا الصاعقه البحريه قبلها بربع ساعه، نزلت الميه غطست ومعاها الاسمنت اللي بيشك تحت الميه، وسدد كل الانابيب. في نقطه من النقط كانوا هم عاملين حسابهم انهم 6 انابيب، طلعوا نزلوا تحت لقوا 7. ففي ولد قال لهم امشوا انتوا وانا هسد الانبوبه بجسمي. ده هيسد بجسمه يعني ايه؟ هيتفرتك. تخيلي لما واحد عارف، يعني ساعات واحنا بنهجم كده انت ما انتيش عارفه الطياره هتضربك ولا لا انت، بس ده عارف مصيره بس واختاره. ده عارف انه هيمسك في البتاع ده، اللي هيندفع النابالم هيقطعه حتت. فدي من الحاجات اللي كانت يعني فعلا اثرتني في اللحظات الاولى من القتال، ان قائد القوات الجويه ما تخشوش وما دخلوش. كل الحرب كانوا بيجوا لنا من ناحيه البحر المتوسط. فاعتقد كان يوم جميل يعني. دكتور سمير، انا عندي كام سؤال شخصي كده، انا كشابه عايزه اعرفه من حضرتك. دلوقتي حضرتك مسؤولياتك ما شاء الله كتير، ودايما من مكان لمكان، والشغل 24 ساعه، حضرتك بتعرف تنام مرتاح؟ الشغل بينيمني يعني، بنام مرتاح، بس مخي بقى بيفكر هروح بكره فين، انهي جامعه، مش عارف ايه دوت. كنت امبارح في نادي لوبلس، هنروح نادي الجزيره. لسه رئيس جامعه القاهره، انا اكتوبر بنطلع يعني جامعات كتير. انا سبت رئيس الاسبوع اللي فات، قال لي احنا طلعنا السنه اللي فاتت كام جامعه؟ قلت له 26. قال لي السنه دي 30. قلت له حاضر. مش عايز اقول انا كبرت وبقت صعبه يعني حتت. ربنا يديك الصحه. انما انا بنام وبحس دي سعادتي انك تشتغل وتعمل حاجه كويسه للبلد يعني. مش حته منظره ولا وطنيه، وانا كلنا بنحب مصر، انما انا بجد سعادتي بكده. طب روتين يوم حضرتك بيمشي ازاي؟ يعني من اول ما بتصحى بتمشيه ازاي؟ انا بصحى 5 ونص الصبح. ده كل السنين هي على كده؟ ايوه. نورة بنتي قبل ما تتجوز وكانت قاعده في البيت عندنا يوم الخميس بالليل تقول لي بابا بكره الجمعه ممكن تسيبنا نايمين شويه، لان بصحى الصبح صاحي البيت كله. معودهم على كده. ايوه. فبقوم 6 بقوم 5 الصبح اصلي الفجر دايما، حتى لو ما صليتش بقيه اليوم. ده الفجر عندي شيء مقدس عشان اكسب يومي. بقوم اعمل لنفسي الشاي والبقسماط. ببدا اراجع هعمل ايه في اليوم. لو عندي محاضره لازم ابص عليها تاني، براجع. تعرف بعد كل السنين دي لسه برضو في مراجعه وفي حاجات، مفيش حاجات ده انا دماغك ده انا خلاص؟ ده انا ممكن اكون قايلها امبارح براجعها تاني ليه؟ حاجه جديده. ايوه. لازم بتاع ده. بنزل 7:30 اروح المكتب اوصل 8. اوضب نفسي، السكرتيره توصل 9، تعالي نقعد نفتح الكمبيوتر نجهز ايه الجديد اللي حصل امبارح. يعني النهارده اهو يسام بكره الصبح اروح اعدل ان تولي بلير احتمال مرشح يمسك غزه. فلازم انت تعملي الحاجه الثانيه. وبعدين عندي بكتب 4 مقالات، وبعدين وراهم بقى تلاقي حد تاني كاتب لك مجله الدفاع ابعت. وبعدين المقاله لازم تعملي حاجه جديده. مش ما انت افتحي الاهرام تلاقي 20 مقاله بتاع راي. مين بيقرا للناس دي كلها؟ ايوه. فانا لازم مقالتي تتقري، لازم.
وانقي حاجه عشان تبص عليها وتقريها، والاقي الصبح حد بيكلمني المقاله حلوه يا باشا، لازم تقولي فكره، ايوه تقولي حاجه للناس جديده. انما بقى وان مصر وهنحارب بس بعدين تمشي بقى. ابقى اتعشى بقى، اروح البيت الساعه 4 5 اتعشى، اتغدى واتعشى هو غدا واحد عشان احافظ على الوزن. لو هنتكلم ان حضرتك تقريبا 50 سنه حياه عسكريه، وده معناه ان 50 سنه ماشيه بالورقه والقلم، ما جاتلكش لحظه فيهم كده حسيت انه ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ كنت اشتغلت اي شغلانه من 4 ل 8 وخلاص، 8 ل عمري 4 عمري سعيد ولا بقى مره خالص ولا مره. بينك وبين نفسك حتى؟ لا هو في احباطات كتيره حصلت لي في حياتي. انا مفيش حد اتضرب قد ما انا اتضربت في الجيش. وانت بتنجحي لازم تتضربي. ما انا أيوة. حكيت لك ان انا كنت طالع امريكا ملحق عسكري، ودخل قالوا له ده عميد، واللواءات دول ما يسافروا كتير. بزعل شويه، لكن بعد شويه اقول انا سمير فرج، يعني لازم امشي. اما رحت تركيا كنت رايح محبط محبط. ايوه وبعد اسبوعين أنا مش هنسى الليله دي، كان ليله الكريسماس، وكان الملحق العسكري الانجليزي كان فوقي. حضرت معاه عاملين كريسماس لينا كل يوم، نزلت ايوه فقعدت في البلكونه كده في انقره. كان لسه اياميها بيعملوا بالفحم، فالضباب مغطي انقره كلها وانا قاعد في البلكونه. فانا قلت لا، انا عمري ما احبط. دخلت جبت ورقه قلم، عملت تقرير عن الموقف وبتاع، وبعته. بعد يومين خد امتياز. فمهما الواحد بيبقى فيه حاجات في حياته بتعطله، لكن كنت شفت في لقاء لحضرتك قبل كده بتقول انك بكيت في حياتك 3 مرات بس، ايه ان هم؟ انا ايه؟ بكيت في حياتك 3 مرات بس. 3 مرات. المره الاولى يوم 9 يونيو 67. كنا يوم 5 ساعة بداية الحرب، كنت أنا في الكونتيلا بيني وبين البرج الإسرائيلي يعني 1200 متر. اتضربنا وانسحبنا، وفي مثل العربيات بتاعتنا اتضربت ومشينا راجعين، والهليكوبتر يعني أنا مرتين نجيت، يميني وشمالي استشهدوا. رجعت يوم 9 كان الكباري كلها اتضربت. رجعنا بالقوارب بتاع المهندسين، فأنا على البر الغربي بتاعنا. يوم 9 الساعة 5 بعد الظهر، العلم الإسرائيلي بيرفرف على قناة السويس، الدخان مالي سينا، مفيش حاجة، مفيش عربية رجعت، مفيش مدفع، كله اتدمر. فجيشك متدمر والعلم الإسرائيلي مرفوع، والساعة 5 عبد الناصر بيتنحى. في وقت هتبقى مصر فيه كده؟ استحالة. فأنا يومها فعلا بكيت. بكيت إن مصر كانت، حسيت إنها بتضيع أو ضاعت. اليوم التاني طبعا والدتي دي حياتي كلها يعني. ربنا يرحمها يا رب. فانت عارفه أنا لما بيحصل لي حاجه كويسه او وحشه بعمل يعني يوم ما الحوار دار بيني وبين سياده الرئيس، يعني اعتقد ان كان اكبر تكريم ليا في حياتي لما رئيس الجمهوريه بيتكلم عني كده وانا عايش. يعني بخلص اطلع السيده نفيسه، ده عشقي. لما اكون كويس او وحش او عندي مشكله، اصلي ركعتين وهوب على بورسعيد، على القبر بتاع والدتي، كرسي زي ده كده في العربيه موجود، واقعد اكلمها نص ساعه. الله. فهي والدتي طبعا، اللي هي خلتني انسان وعلمتني وبقيت راجل. هقول لك حاجه، انا كنت في الكشافه بورسعيد في يوم من الايام. فاول سنه وانا في سنه اولى رحنا المغرب، فكان بالعربيات. تاني سنه كنا هنروح الفلبين، الجمبوري الدولي، فكان اياميها المبلغ بتاع الرحله قد ما هيتها 3 مرات. فجيت رحت قلت لها يا امي انا عايز اطلع البتاع، وانا عارف ان منين. ايوه فقالت لي انا مستعد. اولا هي راحت باعت الورث بتاع والدتي، نصيبها في ورث والدتها. قالت لي بشرط هسفرك، هنروح كتاب وتلخصه. قلت لها اوكي، انا معايا سؤال بقى، فاهم ان هقرا الكتاب وخلاص. ايوه خدتني ورحنا المكتبه بتاعه القنصليه الامريكيه ببورسعيد، كان اكبر مكتبه، ونقت كتاب اسمه سر تقدم السكسونيين، 400 ورقه، اللي هو ياه. الانجليز. أيوة. الانجليز في عصر البخار، التطور اللي حصل بقى، بنوا القطورات والمصانع والكلام. قالت لي لخصه. تاني يوم خدتني المدرسه عندها في المدرسه، قالت له علمه يعني ايه لخص كتاب.
تقرا اول مره وبعدين تاني مره تطلع الايدياز وتلف. عملته في 15 يوم وسافرت. بعد 10 سنين اطلع انجلترا وفي كليه كامبرلي، وفي الترم الاولاني كل واحد فينا يطلع المكتبه يجيب كتاب ويلخصه. مين اللي علمني الكلام ده؟ امي. شوف، من 10 سنين جبت كتاب بتاع هنري كيسنجر كيف تصنع السياسه الامريكيه ولخصته، واحسن 5 كتب اتلخصوا اتعرضوا على الكليه. عرفت الام لها سبحان دور الله ازاي. طبعا. لا، عرفت الام بتربي. طبعا. واما جيت اسافر اميها ابويا يقول لها ده 15 يوم في البحر رايح و15 يوم في البر جاي في البحر وشهر ونص هتبقى. قلت له يبقى راجل يتعلم. فلما تيجي بقى ام بالطريقه دي تبقى بالنسبه لك ايه؟ فعشان كده الواحد بيبقى آه يعني يعني انا في يوم لقيت احمد ابني داخل يوم جمعه بنلم الولاد كلهم بقى والاحفاد، فلقيت ابني بقى جاي بيبوسني من دماغي. قلت له خير؟ عايز تغير عربيه ولا ايه؟ ما هو في حاجه. قال لا، انا عايز اقول لك حاجه اعترف. قلت له قول. قال انا في يوم من الايام كنت احس انك ما بتحبنيش. قلت له انا ما ايه بحبكش، ده ده ايه انت ده؟ ابني الوحيد. طب وايه اللي غيرك النهارده؟ ايوه. قال لي اصل انا بعمل اللي انت بتعمله معايا زمان مع اولادي. شايف بقى، عرف. عرف ان ساعات لما تقرصي على ابنك انت بتعلميه ايوه. وبتربيه. فاهمه؟ الحنيه مش انا اجيب له عربيه حدث الموديل ولا لا لا لا. فيعني ساعات بتلاقي نفسك انك انت بتعاملي ولادك كده زي ما الام والاب علمونا. طب والمره الثالثه؟ لا، دي حاجه شخصيه مش هقولها. طيب. الاولاد بقى احمد ورانيا ونوره اهم واحده، مش هنساها المره دي، انا اسفه، ده من تمام. عندي والله، غلطه من عندي. لا لا، مفيش حاجه. لما بيجوا بقى لحضرتك اللي هو بابا اقعد معانا اكتر، سافر معانا اكتر، بترد عليهم تقول لهم ايه؟ يعني هم اتعودوا بقى خلاص. يعني يوم الجمعه مثلا تعالى نخرج ناكل بره. انا قعدت 7 سنين في الاقصر اتعشى 3 مرات في اليوم. ياه. مش تفاصيل، ما انت عندك وفود. ايوه ايوه. فالساعه 6 وفد، مضطر. الساعه 7 في وفد، الساعه 8 وفد، ولازم تقسمي اكلك. ما انت الطرق باريترو بتوع فرنسا جايين لازم تقابليهم، ويقول لك قابلنا المحافظات تشرح لهم مش عارف. وكان كل وزير في مصر يجي له ضيف وزير يبعته، فلازم انت فاهمه. ايوه. فما بطيقش اكل دلوقتي في مطاعم بره خلاص. فتعالى كل معانا. لا، طب روح انتوا كلوا. لا مش هناكل، نبعت نجيب. فيعني هو اهم حاجه انا بعملها دلوقتي. اول ما بيخشوا البيت الموبايلات تتحط جنب الباب، وخصوصا الاحفاد. احنا نقعد مع بعض، اه، مش قاعدين مع الموبايلات. هنقعد مع بعض. فلا، هم اولادي احلى حاجه في حياتي. وبعدين الاحفاد اكتر، لان انا ما ربيتش ولادي. انا ولادي كنت طول عمري بحارب 6 سنين في الجبهه وما عشتش في مصر خالص. ايوه. فولادي ما شفتهمش. فالاحفاد بقى بعوض بقى. ربنا يخليك. انت عارفه مين بقى اللي كان كده؟ الرئيس مبارك الله يرحمه. فعلا. ابوه يوم ما محمد الله يرحمه مات كانت مشكله والله. احنا في الجنازه كان عمر سليمان واقف كده، وواقفين انا معاه. وقفت مع آل سمير، الراجل ده لازم يمشي والله. بعد يوم ما محمد الله يرحمه توفى هي بصراحه كانت حادثه فظيعه، كانت كلنا مؤلمه. لا، صدمة. وهو بقى كان متعلق بمحمد ده فوق ما تتخيلي. ايوه. والله يرحمه بقى ولد كان خطير يعني. ربنا وبرضه مدام سوزان ده كانوا احنا كنا بنعمل افتتاح مكتبه اسكندريه. ايوه. ورحت لها انا وفاروق حسني البيت عشان نقول لها الافتتاح هيبقى ازاي. كانت هي بقى متوليه الموضوع ده. وكنا عملنا في راس التين مناره اسكندريه القديمه. فكانت عايز تعرف الاحتفال واللبس والديكور وبتاع. فرحت. فبعد ما خلصنا مش عارف بتقول لي سمير بيه. قلت لها يا فندم. قالت لي محمد هيجي لك يوم الجمعه، ممكن حد يعلمه بقى يعني ايه المزيكا ويعني ايه أيوة. انت فاهمه؟ مم. قلت لها فاروق حسني بيقول لها. قلت له لا، الولاد دول مسؤوليتي انا. وانت فاكر مش هذا يعني. لا، الولد بيجي من المدرسه عندي، ايوه. بعلم معاه الهوم ورك واكله واشرب، يروح هناك على النوم. فبرضه فالولد كان بالنسبه لهم حاجه كبيره. دكتور سمير فرج لما بيبقى قاعد مع الاحفاد بيتكلم معاهم في ايه؟ نصايح بقى ودروس لا مش بنقعد نحكي المشاكل. يعني انت عارفه انه في حاجه قعدت سنتين. اخش مول، اخش مطعم، الاقي الناس اخبار فرح ايه؟ فرح دي الحفيده الاولانيه ايوه. متعلمه في المدرسه الالماني. تمام.
عندها 18 سنه وجات لها منحه تطلع فرنسا. صعبه، بنت ايوه 18 سنه وطالعه من مدرسه ثانوي وهتروح المانيا، انت فاهمه؟ ايوه فمامتها قالت يا بابا اللي انت هتقول عليه. فقلت لا. فانا بكتب مقال يوم الخميس في الاهرام، فقلت بكره الصبح العيله هنجتمع عشان نقرر فرح تسافر ولا لا. ايوه. فقعدنا بقى ندرس يعني. ففي كل حته بقى فرح سافرت ولا ما سافرتش. مصر كلها بس قاعده مستنيه. اه بس والحمد لله راحت وخدت ونجحت وخدت امتياز في ال3 سنين وخدت الماجستير في المانيا وجالها عرض رائع في المانيا. فمامتها قالت لي لا لو راحت هناك مش هترجع، ايوه تيجي هنا تقعد تتجوز معانا وبتاع. فلا فالاحفاد بنقعد نشرح لبعض هنعمل ايه، انت عملت ايه في الجامعه، انت عملت ايه في بتاع، اخبار الفريق الكوره بتاع يعني. بيبقى كل لكن اصل النصايح دي ما عادش بتمشي لان السوشيال ميديا الجيل الجديد صعب. مبوظه الدنيا. طبعا. اللواء سمير فرج لما بيحس ان هو عايز يفضفض بيروح لمين؟ في ليا 2 اصدقاء مش هقول اساميهم يعني، منهم واحد اكبر مني واقول اسمه، منهم واحد اللي هو ممدوح الزويري يعني. ف بيحبني وبيعزني قوي. واحد تاني فممدوح انا جاي لك فبروح وبتاخد النصيحه منه يعني. لانه يعني جيت ومن قريب كده كنت ناوي اسيب كل حاجه واقعد ارتاح، فممدوح قال لي ما انت تموت. كان الله يرحمه المشير طنطاوي موجود يومها، الله يرحمه، الله يرحمه. كان ممدوح في المستشفى. فقال له سمير قال لي انت سمير هو انا مش مستحيل. عارفك، ايوه. استحاله. يعني ساعات بقى ما يبقى عندك فكره عايزه تعمليها فبتفضفضي. طب فكرة الراحة والأجازة دي احنا كشباب بنركز فيها أكتر، يعني احنا حتى لو رحنا قدمنا على شغل مثلا بنشوف أهم حاجة المرتب كام وأجازاتي إيه. دي حاجة واضح إنها ما كانتش عند حضرتك خالص، خالص. فتنصح بقى الشباب بإيه اللي مستعجلين كل حاجة وبيدوروا على الماديات والحاجات دي؟ لا الدنيا بقت صعبه دلوقتي، ولو هقول له ما تبطلش على الماديات يبقى انا بتكلم اي كلام. هو هيبطل يدور على الماديات لكن يبطل يدور هو عايز يبقى ايه، دي مهمه. مش هقول له ما تبطلش الماديات، لا هو عايز يجيب عربيه وعايز شقه والعروسه ويفرش بيته احسن، كلنا عايزين كده. ولو قلت له كده يبقى انا بتكلم اي كلام. لكن هو يحط قدامه هدف عايز يوصل له. قلت لك وانا ملازم تاني عايز ابقى اركان حرب. كل الكتب ضاعت في 67 واحنا في الانسحاب في الحرب عملتها. كنت بذاكر على لمبه جاز لان احنا في حرب الاستنزاف احنا تحت الارض ايوه ما فيش كهرباء. ايوه هو لمبه الجاز وقاعد بفتح واذاكر والتكتيك والهجوم والدفاع. انت فاهمه؟ انت متصمم. انت عارف عشان اخد درس انجليزي كنت بركب 3 مواصلات، يا 3 اتوبيسات، 3 مواصلات، كانش عربيه عشان اخد درس انجليزي. ايوه عشان اركان حرب فيها انجليزي فلازم انجح. انت فاهمه؟ ايوه فانا بدات برضو من الصفر. ايوه محدش يقول لا ده انا يعني ورحت انجلترا ومشيت واتعلمت وبقيت مدرس وعملت مناظره مع شارون ساعتين، ساعه ونص في الBBC. لا يعني حاول تركز شوف انت عايز ايه ووصل لهدف. دكتور سمير، لو في حد عايز يمشي على نفس طريق اللواء سمير فرج بالظبط، حضرتك تنصحه بإيه وتقول له يتجنب إيه؟ يكون يعني مش هقول الكلام بقى صادق مع نفسه، يعني زي ما قلت لك يحدد من البدايه هو عايز يبقى ايه. انا كنت الاسبوع اللي فات مع طلبه كليه السياسه والاقتصاد، فقلت لهم من النهارده انت عايز بعد ما تخرج هتشتغل السلك الدبلوماسي العسكري، السلك الدبلوماسي، ولا هتشتغل في شركه ولا من هنا تحط لنفسك بقى. انا هشتغل في السلك الدبلوماسي هخش امتحان الخارجيه يبقى لازم تقعد باللغه والكمبيوتر بتاعتك وبعدين تشوف الاحداث تبدا تتابعها يبقى انت عامل اورينتيشن نفسك اتجاه ده. لا ده انا عايز اخش في شركه مالتي انترناشونال يبقى وراء. انت فاهم ازاي؟ فلما تحدد الهدف ترتاح. انما اللي بقى عايز يهبش من هنا ويهبش من هنا انت فاهم؟ ايوه فبالتالي يعني مش هتكسب. وبعدين تكون امين مع نفسك. شغلك انا عندي بنت في الشغل ممتازه ولكن مش مركز. اركز في شغلي في حاجتي. انا بنام بالليل بحلم بكره هعمل ايه ايوه الصبح. وانا في شغل معنوي طب ايه الجديد اللي نعمله؟ وانا خلاص مش اول شهر عملت 4 برامج تلفزيونيه في التلفزيون. طب بعد كده نطور ايه؟ طب الجيوش ازاي نوصل لها؟ طب نعمل احتفالات ازاي؟ فكل يوم لازم تطلع حاجه جديده
والا ما طلعتش حاجه جديده ما انتش كرييتيف، ما خصوصا انتش دلوقتي لو ما واكبناش في حد هيسبقنا. بالظبط. مم. ومش عيب ان اسال، مش عيب ان انا اعرف، وساعات بدي حاجه انا عاملها ادي لحد اقول له راجعها، مش عيب، لان في الاخر مين الكسبان؟ انا. طبعا. فاهماني؟ فدي اهم حاجه. تحب التاريخ يفتكر اللواء دكتور سمير فرج بايه؟ ضابط مصري يحارب في السلم وفي الحرب من اجل مصر بس. احنا للاسف الاسئله خلصت. انا والله لو عليا انا مستمتعه جدا وتعلمت كتير، عايزه اقعد مع حضرتك بس عشان وقت حضرتك. نورتني يا دكتور وشرفتني، واشكرك انك قبلت وجيت النهارده. شكرا يا فندم، ونقول له نرجو يكون اللقاء كان مسلي كويس، جدا. ادينا فيه افكار وقلناها لشبابنا واولادنا، ويا رب تبقى مصر عظيمه باذن الله. شكرا. امين. شكرا يا دكتور. شكرا.